السلام عليكم. قبل اي حاجه ما تنساش تصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. وبما اننا داخلين على شهر رمضان فكل سنه وانتم طيبين. المهم ده الموسم الاول كامل من حكايه هوك قائد القوات المسلحه السريه. لو عجبك الملخص ما تنساش تشترك في القناه وتكتب لي كده تعليق حلو زيك. المهم ما اطولش عليكم اكتر من كده، مشاهده ممتعه. لو اتكلمنا عن الجيش والقوات المسلحة الكورية فلازم نذكر القوات الخاصة من الفريق 777. والفريق ده كان عنده قوانين غريبة شوية، علشان تقدر تترقى هناك لازم تقاتل العساكر. وهنا طبعا بيجي دور بطلنا. طبعا انت افتكرت ده بطل القصة، احب اقولك لا، هو ده بطل قصتنا اللي قدر يهزم الفرقة السرية كلها، واللي اول ما تشوفه هتعتقد ان هو شرير القصة المجنون. احب اقولك ايوه هو فعلا مجنون، لان البعض بيقول عليه انه ملك الشياطين. ده لانه بعد ما قدر يهزم الفرقة السرية كلها بيسألهم لو كان في حد تاني عايز يقاتله او كان في فرقة تانية بتفكر تواجهه. مش بقولك مجنون يا عزيزي. المهم بينتقل بينا المشهد بعد كده عند قائد القوات المسلحة اللي بيبقى متعصب جدا بعد اللي عمله بطلنا، لان كل القوات الخاصة مقدمين طلب خروج من الجيش، او زي ما تقول كده يعني مقدمين طلب استقالتهم. وده خلى قائد القوات المسلحة انه يمنع هوك جين. وهوك جين ده اللي هو بطل القصة منعه ان هو يكمل في الجيش، او بالصلاة على النبي كده اداله اعفاء. يا بخته عقبالنا يا رب. المهم اتعمل لهوك ملف سري جدا لانه قدر يهزم القوات المسلحه كلها، وقدر يهزم الاقوى الاقوياء واذكى الاذكياء. بس المشكله دلوقتي في واحد مجنون زي ده ازاي هيخرج للعالم يا ترى؟ كده ممكن يشكل خطر على البشر. هنعرف كمان شويه ايه اللي حصل له، لان بعد 3 سنين لما خد هوك الاعفاء من الجيش اشتغل في الشركه دي. وفي اثناء ما كان شغال بيرمي عليه مدير القسم بتاعه المناديل في وشه، وبيقول مدير القسم لهوك يركز في شغله ويبطل يكون سرحان، لان الشركه دي مش بتاعته. ده لو كان عايز يكمل شغل هنا يعني. وبيفضل مدير القسم على هذا الحال عمال بيرمي مناديل على هوك وهو بيحاول يعصبه، بيتريق على هوك كمان وبيعرفه قد ايه هو بطيء في الشغل. فبيرد عليه هوك كده بكل احترام وبيعتذر منه. تحس بطلنا كده ربنا ده. وبعد كده بياخد باله ان مدير القسم كان بيرمي عليه مناديل، ومدير القسم بيقول لهوك بكل بجاحه ان دي المناديل اللي كان عمال بيعطس فيها. والبجاحه اللي اكتر من كده بيرمي مناديل على مكتب بطلنا وبيعرفه ان هو للاسف ما عندوش سله قمامه، وان اقرب سله قمامه بعيد عنه شويه. فعلشان كده بيطلب من هوك يروح يرمي المناديل دي. فهنا بيتعصب بطلنا جدا وبيقول ان الحقير ده محتاج يعلمه درس. ومن كتر ما بطلنا متعصب بيقوم ماسك التليفون بتاعه بسرعه وبيقوم فاتح برنامج تواصل اجتماعي حاجه كده اسمها اي توب عند الكوريين زي الفيسبوك، وبينشر بوست وهو بيقول في نفسه انه لازم يكشف للعالم اللي بيعمله الشخص ده في الشركه. وبيكتب بوست طويل عريض كده بيقول فيه ان مدير القسم بتاعه بيتنمر عليه وبيرمي عليه المناديل. وبيكتب كمان بسرعه وهو متضايق ان مدير القسم بتاعه مش بس بيعامله كده، لا وكمان بيخليه يعمل له شغله. وبيقول ان مدير القسم بتاعه ده محظوظ لانهم لو كانوا في الجيش كان خلاه يعرف طعم الالم ويعيد تربيته وتاهيله من اول وجديد، لان الشخصيه الزباله اللي زي دي ما ينفعش تعيش في العالم ده والا هتبوظه. سبحانه سبحانه. المهم بيكمل كلامه وبيقول ان هو مش هيقدر يعمل لمدير القسم حاجه دلوقتي، ده بسبب ان هو كان راجل في الجيش ومدير القسم بتاعه شخص مدني. فلو عمل له حاجه مش بس هيخسر وظيفته، ده كمان هيدمر حياته ومصدر اكل عيشه. ومن كتر ما هو متعصب بيكون على وشك ينفجر، لان مدير القسم بيعامله كانه عبد او محسسه ان هو اللي بيدفع الراتب بتاعه. وبيقوم واخد وعد مع نفسه انه قبل ما يستقيل من المكان ده لازم ينتقم من مدير القسم ويخليه يعرف ان القوي في الاقوى منه. لكنه بيتمالك اعصابه وبياخد نفس عميق كده علشان ما يتجننش اكتر، وبيقول ان لازم يستحمل مدير القسم علشان يقدر يكمل حياته. بس بيجيله فكره تانية علشان يستريح من مدير القسم، والفكره ديت ان هو ممكن يخلص عليه بسن الالم. ولو حد سال هوك هو ايه اللي حصل لمدير القسم هيقول لهم ان هو قتل نفسه بسن الالم علشان حبيبته سابته. بس في وسط الافكار الشريره ديت بتجيله رساله على الموبايل بتقطع تفكيره المجنون. الرساله كان على البوست اللي نشره في شخص كتب له تعليق غريب هوك ما كانش فاهمه، وهو انه بيعرض على هوك يجرب مشروع الدميه الجديد. فجاه النضارات بتاعت هوك بتنور وبيحس هوك بصعقه كهربائيه. بعد كده بيستغرب من اللي حصل له، بس بيشوف قدامه حاجه غريبه. ظهر له رساله نظام من خلال النضاره بتقول له انه تم التسجيل، وبتقول له كمان انه هيكون المختبر صاحب النضاره بيه، وان الاختبار ده هيبدا من دلوقتي. اول ما هوك بيخلع النضاره بيقول له ان هو حاسس انه ممكن يكون اتجنن، لانه بدا يسمع اصوات غريبه في دماغه. بيلاقي فجاه النضاره راحت مطلعه سلك، والسلك ده بيتجه ناحيه راس هوك وبيلزق فيها. وبتقوم محذراه النضاره انه لو ما لبسهاش في خلال 30 سنه هتكهربه حتى الموت. وهنا بيتوتر هوك اكتر لما بيحاول يبعد النضاره عنه، كأنها بتكون دخلت جوه دماغه وممكن لو شدها جامد يموت. فبيقول هو مستغرب ان النضاره ديت الشركه هي اللي اعطتها له من فتره. وفجاه بيسمع صوت سوسو زميلته في الشغل اللي بتساله لو كان كويس، وهي برضه تبقى حبيبته. انت في وقتك. سوسو 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 سوسو. يب
المهم بيحاول يقول لها انه حاسس بحاجه غريبه في النضاره دي، لكن النضاره بتعرفه ان لو كشف سرها لحد هتكهربه حتى الموت، وده خلاه يسحب كلامه في اللحظه الاخيره ويقول لها ان هو كويس الحمد لله وبيشكرها على اهتمامها. وسوسو بتكون مبسوطه ان هو كويس، فعلشان كده بتعرض عليه ان هم يتمشوا شويه او يروحوا ياكلوا في مطعم بعد الشغل. بس طبعا الدنيا مش هتمشي تمام، لازم يكون في خازوق في القصه، والخازوق النهارده هو مدير القسم اللي بيظهر فجاه وبيقول لهم ان هو عايز يروح معاهم، وانه كمان يعرف مطعم فاندوكسا هياكلوا شويه بوتيتوس محمره. انما ايه فاندوكسا؟ والله انت اللي هتبقى بطاطس مهروسه. المهم بيقوم موجه كلامه لسوسو وبيعرفها ان هوك هيتاخر النهارده في الشغل علشان عنده شغل كتير، فعلشان كده بيقوم عرض عليها ان هي تخرج معاه هو ويسيبوا هوك مرمي في الشركه كده زي العبيط. وفي حين ما هوك ماسك نفسه بالعافيه بيكمل مدير القسم كلامه لسوسو وبيعرفها ان هو شخص فاشل وهيتاخر في الشغل، فعلشان كده مش لازم تهتم بيه، وان من الاحسن لها ان تشوف لها حد احسن منه. وبيقول لها حتى تبص المنظر هوك دلوقتي، بيعرفها ان هو حتى مش قادر يرد على كلامه لانه جبان وشخصيته ضعيفه. بس سوسو ما بتقومش رد عليه وبتستاذنهم علشان تروح تكمل شغلها. ده في حين ما كان هوك بيكتم غضبه وقوته، لانه لو ما سيطرش عليهم هيضرب الشركه كلها. وبيقول في نفسه ان مدير البطاطس ده انت اقسم بالله لولا اني شغال هنا كنت عملت منك بطاطس مهروسه. الفيديو برعاية البطاطس المهروسة، وما تستقلش بالبطاطس المهروسة يا عزيزي، لأن بعد غلاء الأسعار اللي بيحصل في مصر بقت البطاطس المهروسة أكلة ما بياكلهاش إلا الأغنياء. المهم مدير القسم ده يا جدعان، مدير القسم اسمه هونج، يعني هونج فاهم، علشان أنا ما بقولش اسمه لأنه اسمه قريب من اسم البطل فممكن تتلخبطوا. بيقول مدير القسم لهوك وهو مستغرب إيه الحاجة الحلوة فيك اللي مخليها الكل بيحبك. بس هوك مش بيهتم بكلام مدير القسم لأنه كان عنده حاجة أهم يهتم بيها وهي النضارة. ودلوقتي بتقول له النضارة إنها عرفت عنه كل حاجة وبقت متصلة بيه، وإن اسمه يبقى هوك جين، عنده 28 سنة وشغال مجرد موظف في مكتب للحسابات، وعلى هذا الأساس هتبدأ تعطيه مهمات. وده ما لم يفهمه هوك عن أي مهمات تتكلم هذه النضارة. وفجأة بتبدأ النضارة تحلل شخصية مدير القسم، في حين ما بيكون مدير القسم عمال بيكلم هوك، فهوك من الصدمة ما كانش بيرد على مدير القسم، وده خلى مدير القسم مستغرب من تعابير وش هوك ده، لأن هوك دلوقتي مركز مع النضارة اللي بتقول له إن مدير القسم هونج هيكون أول مهمة ليه، والمهمة ديت هتكون بسيطة جدا. كل اللي عليه يعمله يقول لمدير القسم يبطل يسب فيه، وبتعرفه النضارة انه لو ما عملش كده هتعاقبه. المهم مدير القسم هونج بيلاقي ان هوك مش بيرد عليه، فبيقول له يجي معاه على السطح علشان يتكلموا شوية، وبرضه هوك ما كانش مركز معاه علشان كان كل تركيزه على النضارة. وفي حين ما بيكون هوك بيعتقد ان الشركة دي اخترعت نضارة جديدة بتشتغل بالذكاء الاصطناعي، كانت النضارة بتعد عد تنازلي من 10 ل0، ومن كتر التفكير هوك بيعتقد نفسه اتجنن خلاص، بس العد التنازلي بيكون خلص، والنضارة بتعرفه ان هو علشان ما عملش المهمة هيتم سحب 50% من الفلوس اللي في حسابه البنكي. ومن الصدمة هوك بيقوم مطلع الموبايل بتاعه وبيقول ازاي النضارة دي تقدر تاخد فلوسه من حسابه البنكي، ازاي اصلا هتقدر تخترقه. بس بالفعل بيلاقي بعد ما كان معاه 28 مليون و800 الف وون كوري بقى معاه 14 مليون و400 الف وون كوري، وده خلاه من الصدمة ما بيبقاش قادر يتكلم. اللي هو تخيل انت عايز تفضل شغال 3 سنين من عمرك علشان تعمل تحوش حاجة وفي الاخر الفلوس تختفي. المهم من شدية غضبه بيزعق للنضارة وبيقول لها انت مجنونة، لكنه نسى ان هو في المكتب وكل زمايله والموظفين سمعوه، حتى مدير القسم سمعه واعتقد ان هوك يقصده بالكلام، يقصد يعني ان هوك بيقول عليه مجنون. وبينتقل بينا المشهد بعد كده لما مدير القسم خد هوك على السطح، وبيفضل مدير القسم يضرب في هوك ويقول له ازاي انت اتجننت ولا ايه، ازاي تقول كده عليا، في حين ما بيكون هوك عمال بيعتذر له على اللي عمله. بس مدير القسم بيكمل كلامه، هو بيشرب السيجاره بتاعته كده ما مفكر نفسه توماس شلبي بقى، بيقول لبطلنا ان هو بيكرهه لان الناس اللي زيه مفكرين نفسهم ابطال ويكونوا كمان من اكتر الناس اللي بيكرههم، وبيعرفوا ان هو مش علشان راح الجيم وطلع له شويه عضلات يفكر نفسه بيج جرامي. بس ده ما كانش السبب الرئيسي اللي كان مضايق مدير القسم من هوك. اللي كان مضايق مدير القسم ان هوك بيتجنبه زي ما يكون مقروف منه. ما هو بصراحه انت شخص يتعرف منك، انت بترمي المناديل عليه يا جدع. وبيسال هوك كده بشكل مباشر لو كان شايفه شخص مقرف، لان لو كان شايفه شخص مقرف فاريت يعرفه دلوقتي. وهنا بطلنا كان بيفكر في نفسه وبيقول انه لازم يستحمل الحسالة ده علشان يقدر يكمل حياته، فعلشان كده بيكبر دماغه وبيعتذر لمدير القسم، وبيقول في نفسه انه رغم انه زهق بس لازم يستحمل لانه عايز يعيش بشكل طبيعي. وهنا بتيجي سوسو بتقاطع تفكير هوك وبتقول لسوسو انت ليه كاتم كلام كتير جواك، وبتنصحه وتطلع كل اللي جواه. انتوا عايزين تطلعوا الكلب اللي جوايا.
وبتعرفه ان كده كده الحياه صعبه، وانه كل ما يعتذر اكتر هيكتم جواه كلام اكتر وهيتعب اكتر. فبتساله ليه هو مستحمل المدير الخرنج ده، وبتقول له كمان انه لازم يعرف امتى يقول كلمه احا، عشان العالم ده محتاج تقول له كلمه احا من فتره للتانيه. بس طبعا كان معاها ميكروفون وسجلت كل كلام مدير القسم هونج، وده خلاه مصدوم مش عارف يقول لها ايه. وبتطمن سوسو هوك انه خلاص ما عادش مضطر يعتذر بعد الان. بتوجه كلامها بعد كده لمدير القسم علشان يعتذر هو لهوك، بس مدير القسم بيهاجمها علشان ياخد التسجيل ويكسره، وقبل ما يمسكها ويكسر منها التسجيل بيمسك هوك ايده. بينصدم مدير القسم من اللي عمله هوك وبيقول له انت شكلك اتجننت، انت ازاي تمسك ايدي كده، انت مش عارف انا مين، ده انا ابن بيه. وهنا كانت النضاره بدات تشتغل، وبتقول له هوك ان هي بتجهز له مهمه جديده. في الوقت ده كان بيحاول مدير القسم يشد ايده، بس على مين يا معلم، ده هوك ماسك ايده زي الحديد. مع هوك كان قائد الفرقه المسلحه السريه، وبيقول لمدير القسم يتمالك اعصابه. بس هنا كانت النضاره جهزت المهمه الجديده، والمهمه ديت ان هو يضرب مدير القسم في تفاحه ادم بتاعته، والمكافاه انه هيحصل على 200% فلوس زياده من الفلوس اللي في حسابه البنكي. هنا هوك من كتر ما هو كان متعصب من مدير القسم بيقول له انه استحمله زمان واستحمل قرفه والذل، ولكن سوسو خط احمر. ما تخافش يا عزيزي المشاهد، القصه ديت مش هتقلب رومانسي. المهم بعد محاولات كتيره من مدير القسم بيقدر يفلت من ايد هوك، او ده اللي كان بيعتقده ان هوك هو اللي سابه. المهم بيقول له هوك انت مجنون يا ابن الكابتشينو 3 في 1. فبيقوم موجه ضربه كده بسرعه، وبيقول له هوك لو كنت واثق في نفسك صد الضربه دي. هو فعلا بيقدر هوك يتفادى الضربه بكل سهوله. ما انا بقول لك انت ما تقدرش تضرب واحد في الجيش حتى لو كنت دخلت اجدعها جيم. وبيقوم هوك ضارب مدير القسم في تفاحه ادم، ومن صدمه الضربه بيكون مدير القسم مش قادر يتنفس كويس. وانا بنصحك يا عزيزي ما تجربش الحركه دي، لان الحركه دي فعلا حقيقيه. لو ضربت حد في تفاحه ادم بتاعته هتخليه ما يقدرش يتنفس لثانيتين او 3، او ممكن يلاقي صعوبه في التنفس لمده نص ساعه، وفي اسوأ الاحوال ممكن يغمى على الشخص اللي انت عملت فيه كده. طبعا انا بقول لك كده لاني جالي فضول وانا بتفرج على المنهو، وجربت الحركه دي عن نفسي وفعلا ظبطت معايا. وبعد كده بيطلب هوك من سوسو ان هي بعد اللي هتشوفه دلوقتي تنساه بعد ما يخلص، وده لان جاء اليوم اللي هيعمل فيه من مدير القسم بطاطس مهروسه. وهنا بتقول النضاره لهوك انه نجح في المهمه واخد 200% زياده على فلوسه في حسابه البنكي. فبيروح هوك بسرعه يشوف حسابه البنكي، بيلاقيه فعلا بقى معاه 28 مليون وون كوري. هنا هوك فاهم ازاي النضاره دي بتشتغل، يعني لو نجح في المهمه فلوسه هتزيد، لو خسر فلوسه هتنقص. المهم هونج بيقدر يرجع يتنفس تاني، وبيقول لبطلنا ازاي جالك الجراءه تضربني، انا مدير القسم بتاعك. وبيشتم هوك طبعا بالام، بس انا مش فاكر هو كان شتمه وقال له ايه، فما تركزش. وهنا النضاره بتتكلم تاني مع هوك وبتقول له من الواضح كده ان مدير القسم لسه زي ما هو، فعلشان كده بتبدا النضاره تجهز المهمه التانيه، وبتقول لبطلنا يفشخ المدير والمكافاه فلوسه هتزيد بنسبه 500%. وهنا بطلنا بيقول في نفسه ان هو مش مهتم مين صاحب النضاره او مين اللي بيعطيه المهمات دي، المهم دلوقتي ان في حد هيعطيه فلوس على الحاجه اللي بيحب يعملها، او بمعنى اصح كده على الحاجه اللي كان نفسه يعملها من زمان. وهنا هونج كان بدا يتوتر شويه وبيسال بطلنا هيعمل ايه، ومن كتر ما هو كان متوتر بيروح يهجم على بطلنا قبل ما بطلنا يهجم عليه. وطبعا هوك بطلنا بيقدر يصد الهجوم التافه ده، وبيقول في نفسه كده وهو بيبتسم ابتسامه شريره، مين كان يتخيل انك تاخد فلوس بالسهوله دي على حاجه انت كان نفسك تعملها ببلاش. وعلى طول بيقوم مكتف مدير القسم وبيبدا يخنقه، في حين ما كان مدير القسم بيعتقد ان هوك هيموته بيطمنه هوك وبيعرفه انه بس هيجيب له سكته قلبيه او الشلل، او في احسن الاحوال هيكسر عظمه حته حته. اجل هذه احسن الاحوال. ويا دوب بعد 5 ثواني ما بيكونش مدير القسم قدر يستحمل وبيغمى عليه، وبيجي رساله لهوك من النضاره انه نجح في المهم. فعلى طول بيمسك موبايله كده وبيقول انه بجد فلوسه زادت، يعني خلاص من اليوم ما عادش مهتم انه يشتغل او يخاف انه ينطرد من الشغل، لانه بقى معاه 170 وون كوري، يعني تقريبا بقى معاه 130 الف دولار. ومن بعدها يا عزيزي وبطلنا بدا يعمل اي مهمات تجيله من النضاره، زي ان هو يكشف للموظفين ان مدير الشركه اصلع وكان لابس باروكه علشان ما حدش يعرف، ومكافاته ان هو حصل على 35% فلوس زياده، او انه يروح يسقي شجره المدير الغاليه مشروب غازي وهيحصل على 36% فلوس زياده. بعد ما بيعمل كل ده بيطلع على السطح يضحك ضحكه مجنونه وبيقول ان هو بقى غني وما عادش محتاج يشتغل في الشركه المعفنه دي. لكنه في اثناء ما كان عمال بيضحك زي لهبل كده بياخد باله من حاجه غريبه، او كاميرا غريبه بتطير في السماء، والكاميرا دي بتقول له ان صاحب النضاره بي 99 نجح في الاختبار الاول وهينتقل للمستوى الثاني. الكاميرا ديت بتديه شنطه صغيره، ولما بيفتحها بيلاقي فيها تذكره ذهبيه مكتوب عليها قرض، وفجاه بيظهر راس مرعبه من جوه الدرون. الدرون ديت بتعرف بطلنا انه لازم يجمع مليار في خلال المده الزمنيه اللي النضاره هتقول له عليها، وبتعرفه كمان ان في ناس تانيين غيره مشاركين في اللعبه دي، واللي مش هيقدر يجمع مليار دولار مش هينتقل للمستوى الثاني، او كان تقريبا تقصد مليار وون كوري. المهم بتعرفه الدرون انه لو ما قدرش يجمع مليار دولار ويكسب في المهمه دي فمش هينتقل للمهمه الثانيه بس، لا وكمان هيتسحب منه كل الفلوس اللي اخدها وكل الفلوس
الفلوس اللي بيمتلكها. وبعد كده بيرجع بطلنا للمكتب بتاعه، بيفضل يفكر في انه ازاي هيقدر يجمع مليار وون كوري في 7 ايام بس. ده لانه بيمتلك 680 مليون وون كوري، يعني علشان يجيب مليار محتاج كمان 420 مليون وون كوري. بس الحاجه التانيه اللي هو مش فاهمها هي التذكره الذهبيه اللي الدرون اعطتها له، مكتوب عليها ان هو يقدر ياخد كارت ب 100 مليون لو استخدمها. بس طبعا ما بيقدرش يفهم ازاي يستخدمها، وحتى لو استخدمها هل استخدامها مره واحده ولا كذا مره. وطول ما هو قاعد كده عمال بيفكر والافكار بتجيب اسئله كتير في دماغه، فبيقرر يركز على اول حاجه محيراه وهي النضاره ديت مين اللي عملها؟ ده لانه اخدها من الشركه اللي هو شغال فيها دي. وفي وسط تفكيره كان بيعدي عليه مدير القسم، كان عمال بيشرب تفه قهوه عادي، فبيقوم بطلنا منادي عليه وهو بيبتسم ابتسامه شريره وخبيثه كده. وهنا مدير القسم بيتجمد في مكانه، ما بيبقاش عارف يعمل ايه، انصدم لدرجه ان هو بقى بيرتعش وهو واقف. ولما بيبص كده على هوك بيلاقي ان هوك بيقول له انت مش عايز تبص لي ولا ايه؟ وهوك بيعرفه ان هو لو ما جالوش هوك هو اللي هيروح له. وهنا مدير القسم بيقول في نفسه ان هو ممكن يعمل نفسه ما سمعوش، بس تقريبا فات الاوان علشان يعمل كده. وبيعرفنا ان هو بقاله فتره عمال بيتجنب هوك علشان ما يضربوش مره تانية. وفجاه في اثناء تفكيره ده بيظهر هوك جنبه بيقول له ان هو عايز يساله سؤال. فمن الرعب بيبدا مدير القسم يصوت وبيطلب النجده، وعلشان ما يلفتش الانتباه اكتر من كده بيقوم هوك حاطط ايده على بقه، وهوك بيقول له بشكل مرعب ان هو عنده سؤال واحد بس لو جاوب عليه بهدوء مش هيضربه. وبيساله عن النضاره اللي الشركه ادتها له، هل الشركه هي اللي عملت النضاره دي؟ فبيهز له مدير القسم دماغه يمين وشمال على اساس يعني ان هو لا ما يعرفش حاجه. فبيقول له هوك انت ما بتردش عليا ليه؟ انت شكلك بتكذب، لا انا مضطر اضربك بقى تاني. فبيقوم مدير القسم قايل له ان هو ما يعرفش اي حاجه واول مره يشوف النضاره دي اصلا، وكان بيحسب ان هي نضارته. فبيقوم هوك ساله سؤال تاني لو كان شاف حد في الشركه ديت معاه نضاره شبه النضاره بتاعته. فبيعرفه برضه مدير القسم ان عمره ما شاف حد بيمتلك نضاره زي النضاره دي. بس فجاه وهم عمالين بيتكلموا بيظهر رساله من النضاره لهوك، فبيبتسم هوك كده ابتسامه خبيثه وبيقول لمدير القسم انه لازم يمشي بدري النهارده. ده لان النضاره بعتت له رساله بتقول له فيها ان في لعبه هتبدا كمان نص ساعه، ولو قدر يكسب في اللعبه ديت هياخد 300 مليون وون كوري. بيلبس كده الهدوم بتاعته وبيقول لمدير القسم انه لازم يمشي بدري النهارده، وبيعرف مدير القسم ان بما انه هيغادر فيهتم هو بقى بشغله. بس مدير القسم بيقول له ان هو كمان عنده حاجات مهمه لازم يعملها النهارده بالليل. فبيقول له هوك انت لو ما عملتش اللي بطلبه منك هاجي اضربك مره تانية. وساب مدير القسم وهو عمال بيعيط وبيقول في افكاره ان هوك بقى شيطان. وبننتقل بعد كده لمنطقه بناء قريبه من الشركه اللي بيشتغل فيها هوك. بيقول هوك ان المكان ده غريب علشان يكون فيه مهمه، بس النضاره بتعرفه ان هو ده المكان اللي هتحصل فيه المهمه. وفجاه النضاره بتقول له ان المهمه ديت المره دي هيكون فيها مشاركين تانيين غيره، وبتقوم معرفاه ان المهمه ديت هيكون اسمها لعبه الشنطه. الشخص اللي هيقدر يحتفظ بالشنطه حتى النهايه هو اللي هيكسب في المهمه دي. وفجاه كل المكان بينور من حوالين هوك وبيظهر الشنطه قدامه. فبيروح كده هو بيستغرب وبيقول يعني اكيد ان الشنطه ديت ما فيهاش 300 مليون وون كوري. بس جات له الصدمه لما فتحها ولقى فعلا انها مليانه فلوس. وبتعرفه النضاره ان في قانون مهم في التحدي ده، هو ان لو حد من المشاركين سرق منك الشنطه دي هتخسر المبلغ اللي موجود في الشنطه من حسابك البنكي. بيبتسم هوك كده وكله شر وبيقول ان الموضوع هيكون سهل جدا، كل اللي عليه يعمله انه يحتفظ بالشنطه ديت لمده 10 دقائق وهيقدر يكسب 300 مليون وون كوري. بس فجاه بيظهر المشاركين اللي النضاره قالت عليهم وبيقولوا لهوك انه ما يمسكش الشنطه دي كتير ويعطيها لهم. بيعرفوا ابو شعر اسود ده انه لو ما سلموش الشنطه حالا هيموت. في حين ما بيقول له ابو شعر اصفر ان دي شكلها اول مره ليك في اللعبه. وابو طربوش بيقول له ان هم مش عايزين ياخدوا عقوبه علشان قتلوا واحد من المشاركين، فبينصحوا انه بكل هدوء كده يسلمهم الشنطه وهم هيمشوا. فبيقول لهم هوك انتوا بقى المشاركين اللي النضاره عماله بتتكلم عليكم، وبيعرفهم ان هو ما عندوش نيه انه يديلهم الشنطه، وانهم لو كانوا عايزين الشنطه فيحاولوا يسرقوها منه. بيبداوا يضحكوا عليه وبيعتقدوا ان هو عبيط، وبيقولوا له انت شكلك ما انتش شايف الموقف اللي انت فيه، احنا 3 قصاد 1. بس هوك بيعرفهم ان هو فاهم الموقف كويس وكل اللي عليه يعمله انه يخلص عليهم. وهنا بيبداوا يتريقوا عليه وبيقولوا له انت شكلك من كتر ما طمعان في الفلوس اتجننت. وبيسالوا هوك لو كان يعرف هم مين، فبيقول لهم هوك مش مهم انتوا مين، المهم تعرفوا انا مين. يتعصب منه ابو شعر اسود وبيروح يهجم عليه بالمضرب وبيقول له انت شكلك شخص مغرور جدا. بس هوك بيصد الضربه بكل سهوله باستخدام الشنطه. في اثناء ما كان ابو شعر اسود مصدوم بيوجه له هوك ضربه بكف ايده وبيقول له شوف انت بقى الضربه بتاعتي هتصدها ازاي. ومن قوه الضربه ديت بيلزقوا في عواميد البناء. فبينصدم صحابه من المنظر اللي هم شايفينه ده وبيبداوا يخافوا شويه من هوك. وهوك بيعرفهم ان لو كان بقيه المشاركين بنفس القوه الضعيفه دي فكده هيكون اغنى اغنياء العالم بكل سهوله. بس الاتنين التانيين بيبصوا لبعض وفي الاخر بيروح كل واحد فيهم في اتجاه مختلف. بياخد باله هوك ان هم شكلهم كده فريق كويس وبيخططوا علشان يهجموا عليه مره واحده. قبل ما بيوصل له ابو طربوش بيقوم هوك ضرب الارض برجله ورامي عليه شويه تراب، فبيتشتت ابو طربوش وما بيبقاش عارف يشوف حاجه بسبب ان التراب دخل في عينه. وبالنسبه لابو شعر اصفر فبيروح يهجم على هوك باستخدام السكينه اللي معاه، بس هوك بيقدر يصد كل الضربات ديت باستخدام الشنطه هو كمان. وبيتريق على ابو شعر اصفر وبيقول له انت شكلك اول مره تمسك سكينه ولا ايه. فبيتعصب منه اكتر ابو شعر اصفر وبيوجه ضربه لبطن هوك. بيقول له هوك ان هم ما كانوش عايزين يقتلوه، لو كان ساب الشنطه من البدايه كان سابوه على قيد الحياه. بس هوك بيظهر قدامه فجاه وبيعرفه ان هو ما ماتش وانه صد الضربه باستخدام
الشنطه. باستخدام الشنطه كمان بيقوم كسر السكينه اللي كانت مع ابو شعر اصفر. الشنطه دي شكلها مصنوعه من الفولاذ ولا ايه؟ وهنا من صدمه ابو شعر اصفر بيسال هوك هو مين ولا كان شغال ايه قبل كده، بس هوك ما بيديلوش فرصه وبيقوم نازل بالشنطه عليه في نص دماغه. بيغمى على ابو شعر اصفر وبيسيب هوك يقول له اذا كنت عايز تعرف انا مين فاحب اقول لك ان انا بكل فخر قائد الفرقه السريه 709. غريبه هي مش كانت 777؟ وبعد كده بياخد باله هوك ان لسه في واحد منهم ما اتضربش، فبيقول له هوك انه عايز يعرف منه حاجه مهمه لو ما كانش هيهجم عليه، والحاجه ديت هو اذا كان ابو طربوش يعرف مين صاحب المهمات دي. فبيقول له ابو طربوش ان هو ما يعرفش اي حاجه، وان زيه زي اي مشارك في اللعبه دي حصل على السوار ده وبدا يجيله مهمات. فبيستغرب هوك وبيقول اشمعنى هو معاه سوار وانا معايا نضاره، وبيبدا يفكر مع نفسه وبيقول ان دي بيجي منها مهمات ودي بيجي منها مهمات، اشمعنى انا معايا نضاره وهو معاه سوار. فهنا طبعا ابو طربوش بيبتسم ابتسامه خبيثه من ورا هوك وبيقول ان هو هيخلص عليه. فبيظهر هوك قدامه فجاه وبيقول له انت شكلك كنت عايز تطعني ولا ايه، بس ابو طربوش بيحول وبينكر ان هو كان بيفكر اصلا يهجم عليه. فبيعرفه هوك مش مهم لانه لو ما كانش هجم عليه هو كده كده كان هيهجم عليه. هو بيغمى على ابو طربوش زيه زي بقيه صحابه. وفجاه هوك بياخد باله ان واحد من الثلاثه ده صحى، والواحد ده يبقى ابو شعر اصفر، لان السوار اللي على ايده بيقول له انه طالما خسر هيخسر 300 مليون من اللي كانوا معاه، وبما انه خسر 300 مليون من اللي كانوا معاه يبقى هو كده خلاص افلس. وبيبدا يقول لها ان دي قوانين غبيه وانه حتى ما مسكش الشنطه منه. بيكمل السوار كلامه وبيعرفه ان هو علشان خسر هيتمسك هو والاثنين اللي كانوا معاه. وهنا هوك ما كانش فاهم اللي عمال بيحصل هنا وكان مستغرب ومصدوم، ده لان فجاه ابو شعر اصفر بدا يتحول للون البنفسجي وبيطلب من بطلنا ان هو ينقذه. في النهايه بيغمى على ابو شعر اصفر، وهنا بيستنتج هوك ان من الواضح كده ان ده سم، وبيكتشف كمان ان السم ده شكله كان جوه السوار، فبيعتقد ان ممكن كمان يكون في النضاره بتاعته واحده من السم ده. وفجاه هوك واقف بيظهر من وراه اتنين مقنعين، بيعرفوا هوك انه ما عادش ينفع يخرج من اللعبه ديت وهم شايلين صحاب ابو شعر اصفر. بيقولوا لهوك ان قدامه حاجه من اتنين، يا يكون غني جدا بيكسب كل المشاركين او هيخسر، ولو خسر هيخسر كل حاجه. وهنا بس اكتشف هوك ان شكله دخل لعبه مع منظمه خطيره، وبيبداوا المقنعين دول يحطوا ابو شعر اصفر واصحابه في شنط. وهوك لما بيبص في السماء بياخد باله ان في درون بتراقبه. بيكتشف هوك كمان ان المنظمه ديت بتلعب بيهم زي ما يكونوا بيتسلوا، وبيقول في نفسه ان هو استغرب في البدايه من المتخلف اللي هيدي لحد كل الفلوس ديت علشان يعمل التفاهات دي. في النهايه اكتشف ان المهمات هتبقى صعبه من اليوم ورايح. بيظهر فجاه 48 شخص من المشاركين قدامه، لكنه بيبتسم ابتسامه شريره وبيقول ان الموضوع هيكون مسلي من اليوم ورايح، وبكده هتكون بدات اللعبه بجد. بعد كده بيقول لنا هوك ان في الغابات الجليديه المتجمده اقوى مفترس هناك في البريه هو النمر السيبيري. لو النمر ده هجم على 10 ذئاب مثلا يقدر يهزمهم بكل سهوله، لكن برضه بيفكر قبل ما يهجم. لكن بالنسبه لهوك فهو كان مبسوط لان هو كان نفسه يضرب حد من زمان. بيقول لهم كلهم يهجموا عليه مره واحده، فبيهجم كل المشاركين في التحدي على هوك، وهم بيقولوا ان اللي هيهزم هوك هياخد 300 مليون. بس هوك بيبتسم وبيقول لهم ان اللي عايز الفلوس يجرب يقرب، وبالشنطه كده بيبدا يعمل لفه لولبيه بيضرب بيها كل اللي بيهجموا عليه. اللي اول ما الشنطه بتلمسهم بيخسروا 300 مليون، وده معناه ان هم خسروا في التحدي. فبياخد واحد منهم باله ان هم بمجرد ما يهجموا على هوك وهوك يلمسهم بالشنطه هيخسروا كل حاجه. هنا بيفكروا ينسحبوا قبل ما يخسروا كل حاجه، بس هوك بيبتسم لهم ابتسامه مجنونه وبيسالهم هم ليه مش بيهجموا عليه، وبيقول لهم لو انتوا ما هجمتوش عليا انا اللي ههجم عليكم. من كتر الرعب الشخص ده بيقول لهوك يبعد عنه، وبيطلب من باقي المشاركين في التحدي انهم يرموا اي حاجه على هوك. وهنا بيبدا كل المشاركين يرموا احجار على هوك، وهم بيقولوا ان هم هيقدروا يهزموه لو رموا عليه حاجات من بعيد. بس هوك بيبتسم زي المجنون كده لانه بيقدر يصد كل الهجمات ديت بسهوله باستخدام الشنطه. وهنا واحد من اللي كان بيرمي احجار على هوك بياخد باله ان الموضوع ده مفيش منه فايده. طبعا قبل ما هوك ينط في السما كده ويعمل حركه لولبيه بيقوم ضربه في نص راسه بتخسره 300 مليون. من قوه الضربه دي بيفقد وعيه وبكده يكون افلس وخرج من اللعب. وده خلى بقيه المشاركين في التحدي يخافوا ويقولوا على هوك انه مجنون. فبيقول لهم هوك اللي عايز يخسر 300 مليون يحاول ياخد الشنطه دي منه. ده حتى المقنعين اللي بياخدوا الناس اللي بتخسر اللي شكلهم مرعب اصلا كانوا متوترين وخايفين من هوك لانه شكله مجنون. وهنا بيبدا اغلب المشاركين في التحدي يفكروا بجد ان هم ينسحبوا، بس المشكله ان هم لو انسحبوا في عقوبه انسحاب ثمنها 100 مليون. في النهايه بيهربوا علشان في نظرهم انهم يخسروا 100 مليون احسن ما ينضربوا ويخسروا 300 مليون. وفي النهايه بيتبقى 6 اشخاص. هوك بيسالهم لو كانوا متاكدين ان هم عايزين يكملوا في التحدي ده، فبيعرفوا هوك ان هم ما عندهمش 100 مليون عشان ينسحبوا، وانهم لو انسحبوا دلوقتي هيفلسوا وبكده ما عندهمش اصلا حاجه كده كده يخسروها. بيقطع كلامهم هوك وبيقول لهم انتوا لسه هتحكوا لي قصه حياتكم، اهجموا عليا وخلاص. بيهجموا كلهم عليه وهوك واقف ما بيتحركش من مكانه، وبيقول لهم ان هم اغبياء كان المفروض انهم ينسحبوا. وبيفضل يضرب فيهم لدرجه ان المنظمه اللي كانت بتتفرج عليهم من الكاميرا بتاعه الدرون والمقنعين مصدوم ومرعوبين من المنظر اللي شايفينه. واكتر حاجه كانت مضايقه هوك انهم بوظوا البدله اللي لسه شاريها، بس ساعتها كان هزمهم كلهم وانتهى وقت التحدي، والنضاره بتقول لهوك انه كسب 300 مليون. فبيفرح هوك تاني وبيقول مش مهم الهدوم طز، كده كده هشتري غيرها واحسن منها. وبيغادر المكان
بيتكلم وهو فرحان لانه مش بس استمتع ده وكمان خد فلوس. في الوقت ده كان في بنت بتراقبه من بعيد وبتسأل شخص تاني لو كان هوك هيقدر يكمل في اللعبة دي كتير، فبيقول لها الشخص المتخفي زي المجرم اللي في المحقق كونان ان هوك مميز لكنه بيجذب انتباههم. بيقول لها اكيد هوك مش عارف الخطر اللي هو فيه. المهم بنروح لهوك اللي بيعرفنا انه كان كل يوم شغال زي الهامستر مسجون في سجن جوه عجلة، ده غير انه كان بيسهر الوقت متأخر علشان يخلص شغله في الشركة، وبعد كل ده كان بيروح لبيت فاضي ومظلم مفيش حد فيه يستناه. لكن النهارده الوضع اتغير لانه راح افخم فندق في كوريا الجنوبية، ومن كتر ما كان الفندق ده غالي جدا الجناح عندهم 20 مليون في الليلة الواحدة، ده غير الاكل الفاخر المعمول من اغلى وارق المكونات الغالية في العالم. والفلوس اللي ما كانش متخيل يجمعها في حياته كلها قدر بسبب النضارة يجمع كل الفلوس دي في 4 ايام بس، وهو مبسوط جدا دلوقتي لان حسابه البنكي فيه 600 مليون والشنطة اللي معاه فيها 300 مليون. تيجي واحدة شغالة في الفندق بتقدم لهوك لحمة من افخم انواع اللحمة على وجه الارض، وهنا انا بتكلم بجد مش بهزر لانه اللحمة ديت من بقر بينام على سرير فخم وبيسمع مزيكا. لو كنت مهتم تعرف ايه هي اللحمة ديت تقدر تبحث على جوجل عن لحمة الواغيو، واللي اول ما بيجي هوك ياكلها بيلاقي اللي شغالة في الفندق بتسأله لو كان طعم اللحمة حلو، ومن عظمة طعم اللحمة بيحول هوك وبيقول لها ان اللحمة ديت اشهى حاجة كلها في حياته كلها. ولما بتخلع البنت دي الباروكة اللي كانت لابساها بتطلع انها البنت اللي كانت بتراقب هوك من بعيد، فبيقوم هوك مسلم عليها وبيسألها لو كانت كويس، بس هي بتنصدم وبتقول في نفسها هو ازاي مش مصدوم لما شافني. بتسأله هو ليه مستهتر جدا قوي كده على حياته، فبيقول لها ان هو مش مستهتر ولا حاجة، هو كان عارف من البداية ان في حد كان بيراقبه هي والشخص اللي هناك ده. بيقول الشخص التاني لهوك ان ده معناه انك انت اللي سبتنا نلحق بيك بمزاجك، وده ما لفت نظره في هوك لانه طلع اذكى مما توقع. بس هوك بيقول لهم انه ما يعرفش كانوا بيلحقوه ليه، لكن في نظره ما كانوش خطيرين فعلشان كده سابهم. وكمان بيقول لهم وهو بياكل ان السبب اللي خلاه يسيبهم يلحقوه انه كان عايز شويه معلومات عن المهمات وعنده اسئله كتير محتاج حد يجاوب عليها. فبيسالوا العجوز ابو شعر ابيض لو كان عايز يستخرج المعلومات منهم وسابهم ان هم يجوا علشان كده. بيعرفوا هوك ان ده سبب من الاسباب، فبيقول له العجوز ان هو موافق بشرط ان هوك يقول له على حاجه هو كمان. بعد ما بيخلص هوك اكل بيروح يتكلم مع العجوز وبيسالوا العجوز ازاي بدا يعمل مهمات، فبيقول له هوك انه عمل مهمات زي ما هم عملوا مهمات، عمل مهمات سهله في البدايه واخد فلوس بعد ما اخد الجهاز، وهو هنا يقصد النضاره بس مش عايز يقول لهم. العجوز ده بيقوم سائل هوك وبيقول له ازاي بتعمل مهمات ومفيش على معصمه الجهاز. هنا العجوز يقصد السوار، فبيساله هوك هل الجهاز اللي بيعطي مهمات لازم أن يكون سوار، وهو بيقول في نفسه انه مش هيقول لهم ان النضاره هي اللي بتعطيه مهمات. بس البنت دي بتسال هوك وهي مصدومه لو كان الجهاز بتاعه ما كانش في ايده امال هم حطوه فين، بس هوك بيقاطع كلامهم وبيقول لهم ان ده دوره علشان يساله، وبيسالهم ازاي يشيل الجهاز ده. فالعجوز بيقول له لو حبيت انك تشتري حريتك تشتريها بكام. هوك ما بيفهمش هو العجوز ده بيلمح لايه، وبيقول للعجوز يوضح كلامه. فالعجوز بيقول لهوك انه محتاج 2 مليار هو ده السعر اللي هيخليك حر، وبيعرف هوك انه مش هيقدر يشيل الجهاز ده من غير ما يموت الا لو دفع 2 مليار. فبيقول له هوك هيدفع الفلوس دي مين، وبيساله لو كان يقصد المنظمه. يقول له العجوز ايوه المنظمه اللي دخلتك جوه اللعبه دي هي اللي هتاخد الفلوس منك علشان تحررك. وبيعرفوا العجوز ان في شائعات بتقول ان دي منظمه كبيره جدا لدرجه ان عندهم هاكر بيقدروا يتحكموا في اقتصاد دول غير الفلوس الكتير جدا اللي عندهم. وبيعرف هوك كمان عن التذكره الذهبيه اللي بيستخدمها اغلب اللاعبين، ولما بيستخدموا بيكون عليهم ديون كتير جدا مش بيقدروا يسددوها فبياخدوهم المنظمه لمكان مجهول محدش يعرف هو فين المكان ده وعمر ما حد رجع منه. بس هوك بيستغرب العجوز ده بيتكلم بالطريقه دي ليه، لانه بدا يقول لهوك عن امور عميقه جدا. فالعجوز بيقول لهوك ان هو عايز يعرف هو اي نوع من الناس، وبيسال هوك اذا كان من النوع اللي عايز الحريه ولا من النوع اللي عايز الفلوس. هوك بيتريق عليه وبيقول له ده سؤال بديهي جدا ما انتش محتاج تسال علشان تعرف انا هختار ايه. وبيقوم قايل للعجوز انا هختار الاتنين، بعد ما اجمع 10 مليار هعطيهم 2 مليار وهعتزل واعيش ملك. فالعجوز بيقول له يبقى انت كده الفلوس عندك اهم من اي حاجه، وبيسال هوك لو كان واثق من انه يقدر يكسب اي مهمه، علشان كده بيعرض على هوك انه هيتحداه في مهمه عشوائيه. بيوافق هوك على التحدي بتاع العجوز وبيعرفه ان هو هيوافق علشان عمره ما كان بيحب ينسحب من تحدي. بس النضاره بتشتغل وبتبدا تجمع معلومات عن الراجل العجوز ده، فالمعلومات ديت اول ما هوك بيعرفها بينصدم، لان النضاره بتقول لهوك ان ده يبقى غو بيتر. غو بيتر ده يبقى تالت اقوى واحد بيعمل مهمات في العالم. الشخص ده انتصر 14 مره في التحديات الوديه وخسر مره واحده بس، والفلوس اللي بيمتلكها هي 4 مليار و800 مليون. وهنا هوك بعد ما عرف كل المعلومات ديت بيحاول انه ما يتحداش بيتر ده، بس بيتر بيقول له ان فات الاوان لان النظام بدا يبحث عن اللعبه اللي هيلعبوها. يفضل النظام يبحث بشكل عشوائي عن اللعبه اللي هيلعبوها، وفي النهايه بيقف عند لعبه النرد المزدوج. النضاره بتعرف هوك ان اهم قانون والشخص اللي هيفوز هو اللي هيكون بيمتلك اكتر عدد نقاط. والقانون الاول علشان تعرف ازاي تلعب هو انك لما ترمي النرد وفي نرد ثابت على واحد وكان النرد التاني على رقم 2 فهيتم احتساب الرقم الاعلى وتحصل على نقطتين من النرد التاني. والقانون التاني لو كان في نردين ثبتوا على نفس الرقم هيتم ضرب الرقم ده، يعني مثلا ال2 في 2 ب4، ال3 في 3 ب9، ال4 في 4
4 ب16، ال5 ب5 ب25، وال6 في 6 ب36 وهكذا. ولكن إذا كان في نرد ثابت على رقم 6 ونرد على رقم 1 هتكسب بشكل تلقائي. وبتعرفنا البنت ديت إن كل رقاقة هيلعبوا بيها تمنها 10 مليون، وعلى أساس رصيد هوك اللي هم 800 مليون حتى ال 88 رقاقة. وبيقول بيتر لهوك إن اللعبة ديت سهلة جدا، وبيقول لهوك إن في قانون زيادة بيعرف هوك إن النرد الأبيض لما بيرموه بيشوفوا الرقم اللي عليه على طول، لكن النرد الأسود اللي بيتحط تحت الكوباية يقدر يكشف عن رقمه بعدين. فبيقول هوك بعد ما عرف كل القوانين دي استنتج إن دي لعبة حظ. بس بيتر بيقول لهوك صح إن ديت لعبة مبنية على الحظ، بس بما إنه شايف هوك هادي فهل ده معناه إن هوك واثق من حظه؟ فبيبتسم هوك كده قدام بيتر، بينما هو بيقول في نفسه إن كده حياته انتهت، لأن من يوم ما اتولد وهو صاحب أسوأ حظ في الدنيا. وبيقوم قايل لبيتر إن هم هيشوفوا دلوقتي مين اللي حظه وحش. وبيعرفنا هوك إن هو عمره ما اعتمد على الحظ من وهو عيل صغير، لدرجة إنه في مرة كان بيمتحن وهو بيكتب في أمان الله القلم بتاعه طار، وفي مرة تانية كان داخل في مسابقة يا نصيب كل الإجابات اللي اختارها طلعت غلط ما عدا الإجابة الوحيدة اللي ما اختارهاش هي اللي طلعت صح. بس هو بيستوعب حاجة وهو بيبتسم بابتسامة خبيثة، إن هو في خلال 3 أيام قدر يجمع كل الثروة دي، فعلشان كده يمكن حظه اتغير بعد كل الفترة ديت من سوء الحظ. وبيقطع بيتر تفكيره علشان يسأله لو كان جاهز علشان يلعب. فبيقوم هوك ماسك النرد كده ورميه في السما وهو بيتمنى إن حظه ما يخذلوش. ويب للأسف النرد بيثبت على رقم 1، يبقى كده حصل على نقطة واحدة. ده في حين ما هوك كان مصدوم وبيقول إن هو كان حاسس يب أصل المنحوس منحوس حتى لو طلع له من البحر فانوس. بس بيمسك أعصابه كده وبيبص على النرد بتاع بيتر علشان يمكن يطلع هو كمان خد نقطة واحدة زيه. فلما بيبص على بيتر بيلاقيه زعلان علشان النرد بتاعه على رقم 2، وده خلى هوك يحس إن في شوية أمل، وكل حاجة دلوقتي بتعتمد على الرقم السري اللي هيكون تحت الكوباية، النرد الأسود يعني. بس هو بيتر بيصدم هوك لما بيقول له إن هو هيراهن على 100 مليون في النرد الأسود، وده معناه إنه لو النرد الأسود طلع مكتوب عليه رقم 2 زي النرد الأبيض فهياخد ضعف النقاط. كمان هوك كان مصدوم لأن بيتر راهن على 100 مليون، يعني ده معناه إن لو هوك خسر في الجولة ديت فبيتر هيقوم واخد ال 100 مليون ديت منه في الجولة الأولى. وهنا هوك كان خايف لأن ثروته كلها على بعضها أصلا أقل من 800 مليون، والراجل ده ثروته أكتر من 4 مليار، فلو هوك خسر هيخسر كل حاجة. بيقول لبيتر كده وهو متوتر يعمل اللي هو يقدر عليه. فبتبدأ البنت ديت تكشف النرد الأسود. لما بتكشف البنت ديت النرد بتاع بيتر بيطلع إن بيتر حصل على 3 نقاط. فهنا طبعا هوك كان هيموت من الفرحة لأن النرد الأول كان عليه نقطتين والنرد التاني عليه 3 نقاط، فده معناه إن بيتر كسب في جولته الأولى 3 نقاط بس. وبيقول وهو مبسوط كده إنه هيعتمد على النرد السري بتاعه، لأنه لو حصل على 6 نقاط أو 5 نقاط أو حتى 4 نقاط هيكسب هو الجولة الأولى. بتبدأ البنت دي تكشف النرد الأسود بتاع هوك، فبيطلع النرد الأسود هو كمان نقطة واحدة زي النرد الأول بتاعه. فبينصدم هوك وبيكون زعلان لأن كده بيتر كسب الجولة الأولى بفارق نقطة واحدة بس، وده معناه إن ال 100 مليون اللي بيتر راهن عليهم هياخد بيتر 100 مليون من هوك علشان يكون كده بيتر كسب في الجولة الأولى 200 مليون. وهنا بيتر بيبدأ يغيظ في هوك وبيقول له إن دي أول مرة في حياته يشوف واحد خد نقطة واحدة مرتين. بس هنا هوك بيقوم قايل له مثل كوري، معنى المثل ده إنه طالما خسر في الجولة اللي فاتت أكيد خسر الحظ السيء في الجولة الأولى، والمفروض يكون حظه حلو في الجولة التانية. بس في الجولة التانية هوك بيخسر برضه لأن بيتر حصل على 9 نقاط قدام هوك اللي حصل على 3 نقاط. في الجولة التالتة بيتر حصل على 5 نقاط في مقابل هوك اللي حصل على 4 نقاط. وفي الجولة الرابعة بيتر حصل على 16 نقطة في مقابل هوك اللي حصل على 6 نقاط. وبيبدأ هنا يعيط وهو بيقول في نفسه إن كل ثروته اتبخرت في لمح البصر، لحد ما بتقطع البنت دي كلامه وهو عمال بيفكر يموتهم كلهم. تعرفوا إن الجولة الأخيرة كده خلاص هتبدأ. بيتر وهوك كل واحد فيهم بيرمي النرد بتاعه، في الآخر بيحصل هوك على 6 نقاط وبيتر بيحصل على نقطة واحدة بس. فبيبدأ هوك يتفخر وبيقول في نفسه كده إنه أخيرا حصل على 6 نقاط، يعني أكيد هيكسب الجولة دي. فعلشان هوك متأكد إنه هيكسب الجولة ديت بيراهن على كل الفلوس اللي كانت معاه، لحد ما بيقطع بيتر تفكيره وبيقول لهوك إنه هيراهن برضه على كل الفلوس اللي معاه، وبكده يكون اللي هيخسر فيهم هيخسر كل حاجة. وده خلى هوك مستغرب وعمال يفكر مع نفسه إزاي العجوز ده واثق إنه هيحصل على رقم 6 في النرد الأسود. وهوك بدأ يعتقد إن ممكن بيتر يكون بيستخدم حيلة معينة علشان يكسبه، بس بيقول إن هو مش عبيط للدرجة دي لأنه تفحص اللعبة قبل ما يلعب ومفيش أي طريقة بيتر ممكن يغش بيها. وبتقطع البنت دي تفكيره لما بتعرفه إن هي هتكشف النرد الأسود بتاعه وبتاع بيتر. في أثناء ما هي عمالة بتكشف النرد الأسود كان هوك عمال بيقول في نفسه إن لو كان يعرف إيه الراجل ده ما كانش لعب معاه من البداية. الراجل ده مش شخص عادي وأكيد كان بيتآمر قبل كده كتير. الراجل ده عبارة عن تعبان أبيض متجسد في هيئة إنسان بيمتص الحظ. وللأسف قبل ما هوك يستوعب كل ده كان
والتعبان الابيض حاصر فريسته علشان ياكلها. وبنعرف ان هو كان بيقول كده علشان النرد بتاع بيتر طلع الرقم 6، علشان النرد الاول بتاع بيتر جاب 1 والنرد التاني جاب 6، يعني كده هو فاز في الجوله بشكل تلقائي. فبيبدا هوك عمال بيعيط لانه خسر كل ثروته في لمح البصر، وبيندم ان هو راهن مع الراجل ده قبل ما يعرف هو مين. وبيتر بينده على هوك وبيعرفه انه مبسوط انهم لعبوا سوا، وبيقول له هوك يا ريت يتقابلوا مره تانية. ده طبعا في حين ما هوك كان واخد الصدمه ومش فاكر هو مين ولا بيعمل ايه هنا، ما هو برضه خسر 800 مليون يا عزيزي. وفي النهايه بيتر بيسيب له هوك كارت محطوط عليه قفص وعصفور شايل مفتاح. بننتقل بعد كده لليوم التاني في مطعم شعبي في كوريا. كان هوك عمال بيتعشى مع كل موظفين الشركة اللي كانوا كلهم عمالين بيحتفلوا وبيشربوا نخب في صحة شغلهم. دي حاجة كده بيعملوها في كوريا كل ما يكسروا التارجت، واللي مش عارف ايه هو التارجت ده فبص انت ممكن تقول كده ان هم باعوا اكتر يعني الشهر ده. المهم كان المدير عمال بيشرب واخد باله من حاجة غريبة، لما بيبص لهوك كده بيلاقيه عمال بيشرب وشكله عامل زي الموميا. ده بسبب طبعا ان هوك خسر كل ثروته قدام بيتر، وده اللي كان مخلي مدير القسم بتاعه مستغرب لانه مش فاهم هوك ليه متعصب كده. بس لما بيبص لهوك بيقول ان هو اكيد لو هوك عارف ان هو بيبص عليه هيضربه، هو مش عايز حياته تنتهي النهارده ومالوش دعوه بمشاكل هوك. بيقوم جاي كده شخص بيسال هوك هو اسمه ايه، بيعرف هوك ان هو شايفه من ساعتها زعلان، علشان كده بيقول لهوك لو عنده مشكله يقولها له وهو ممكن يحلها، وده بقى يبقى صاحب الشركه بذات نفسه. بيفضل هو وهوك باصين لبعض كده بتاع 5 دقايق. في النهايه هوك بيكمل شرب المشروب بتاعه وبيسيب صاحب الشركه ما بيردش عليه. ده خلى مدير القسم بتاع هوك مصدوم وعمال بيقول في نفسه هو هوك ده اتجنن اكتر ولا ايه. فبيبدا يتودد للمدير وبيعرفوا ان هوك ما يقصدش انه يقلل منه، ان بس في شويه مشاكل حصلت مع هوك خلته متضايق بالشكل ده. فبيطمنوا المدير وبيقول له ان هو مش زعلان، وان كل واحد عنده اسباب تخليه ما يتكلمش مع غيره، ويمكن هو محرج يتكلم قدامكم. فعلشان كده بيوجه كلامه لهوك وبيقول له يخرج معاه علشان يتكلموا هما الاتنين بره شويه. طبعا بعد ما هوك وصاحب الشركه بيخرجوا بيبدا الموظفين يتكلموا مع بعض وبيقولوا ان هم شكلهم كده لازم يغادروا بسرعه قبل ما صاحب الشركه يرجع. بيعرفوا بعض ان لما صاحب الشركه بيتقل في الشرب بتتغير شخصيته تقريبا. فهنا سوسو بتبدا تقلق وبتسالهم لو كان هوك هيكون كويس، فبيعرفوها ان طول ما صاحب الشركه في وعيه كل حاجه هتكون تمام، لكن لو كان سكران فهوك كده يعتبر خسر وظيفته. وبنروح احنا بعد كده لصاحب الشركه اللي بيكون عمال يسب في هوك. بيقوم ماسك هوك كده من هدومه وبيقول له انت مش المفروض تعرف مكانتك، انت مجرد موظف شغال عندي فما تبوظش العشاء اللي انا عامله. وبيفضل يعاير هوك وبيقول له انتوا كلكم جيل فاشل، انت ازاي انت وامثالك ما عندكوش طموح او على الاقل منطق. بيقول له هوك ان هو يقدر يستبدله في اي لحظه. بيعرف هوك ان هو بس بيقبض 22,000 دولار في السنه على عكس صاحب الشركه اللي بيقبض ملايين في السنه. فهنا هوك كان سايب صاحب الشركه عمال بيلك مع نفسه، في حين ما هو كان عمال بيفكر انه كان معاه 800 مليون اللي لو كان فضل يجمع فيهم طول حياته ما كانش هيجيبهم. وبيقول يا ترى هو انا هرجع اشتغل تاني عند صاحب الشركه المتخلف ده باخد الفلوس القليله اللي كنت باخدها كل شهر؟ بس فجاه صاحب الشركه بيقطع تفكير هوك وبيقوم مديله قلم على وشه وبيقول له هوك انت لو سبتني اضربك على وشك كل ضربه هعطيك مقابلها 100,000، فلازم تشكرني على الفرصه اللي انا هديها لك دي. لان هوك بيقول في نفسه ان هو زهق من الراجل ده وخلاص هيكسر ايديه، او لا كده هيرحمه لو كسر ايديه هيقطعها تماما، لحد ما بيجي له رساله من النضاره. فهنا بيرجع لوعيه وبيغير رايه على طول، لانه ساب صاحب الشركه يضربه مره تانية على وشه. في حين طبعا ما كان صاحب الشركه مبسوط، ما هو سكران طينه بقى، ما هوش عارف بيعمل ايه يا عزيزي. بس حتى هو سكران كان مصدوم من رد فعل هوك، ان هوك بيكون مبسوط جدا وبيقول له ان هو فرحان انه ضربه على وشه، ان بسبب الضربه ديت فهو اتعلم حاجات كتير جدا. بيروح يمسك ايدين صاحب الشركه كده، بيعرف صاحب الشركه انه عايز ينال شرف انه يتعلم منه حاجه. فطبعا علشان صاحب الشركه عجبه التطبيل بتاع هوك يقوم قايل لهوك يرجعه للعشاء علشان يقعدوا سوا وبيعلمه كل حاجه يعرفه. وطبعا هوك هنا كان فرحان جدا، ده بسبب ان النضاره قالت لهوك انه لو خطف صاحب الشركه هياخد 500% ضعف الفلوس اللي معاه. في اليوم اللي بعد كده بيبدا صاحب الشركه يفتح عينيه، بيستوعب ان هو مربوط ومش عارف يتحرك، فبيبص قدامه كده وبيسال هوك هو ايه اللي حصل. يعرفه هوك ان هو خطفه وربطه وخلاص دلوقتي هيعمل فيه اللي هو عايزه. ده بسبب المهمه بتاعت النضاره، قالت لهوك انه يخطف صاحب الشركه لمده 24 ساعه وفاضل 16 ساعه والمهمه تنتهي. فصاحب الشركه بيقوم قايل لهوك هو انت بتعمل ايه؟ انت اكيد مش بتهزر معايا صح؟ فبيقول له هوك انت شكلك ما انتش فاكر انت عملت ايه امبارح بالليل، انت قلعت هدومك وربطت الجرافطه على دماغك وفضلت تقول انا نينجا، طبعا انا الموظف الغلبان انت كنت بتعمل كده وبتهددني انك تطردني من الشركه. علشان كده بيعرفه ان ما كانش في حل تاني غير ان هو يربطه. بيقطع المدير كلامه وبيقول له خلاص يفكه ويجيبه
يجيب له التليفون بتاعه، بس هوك بيعرفه ان هو لما كان نايم خد التليفون بتاعه ولقى كده حاجه غريبه. هنا بيتعصب صاحب الشركه من هوك لانه مش عايز يفك، بيقول له هوك ان هو بعد ما يفكه مش هيفضل عايش لانه اكيد هيدخل السجن. بس هوك بيقول له انا مش هدخل السجن، انت اللي هتدخل السجن. بيقوم موريه هوك كل الفضايح اللي على تليفونه، ده بسبب ان صاحب الشركه طلع مركب كاميرات في الحمامات الحريمي، وده اللي صدم صاحب الشركه لانه مش عارف ازاي هوك قدر يدخل الباسورد اصلا. بيقول له هوك ان في حاجات كتير في الدنيا ديت انت مش هتقدر تفهمها، وبقى دلوقتي في حاجات اسمها AI وذكاء اصطناعي وهاكر وشغل انت اجيالك انت مش هتفهمه. طبعا هوك بيعمل كده، وفي الاخر النضاره هي اللي ادت له مهاره جديده، مهاره تهكير الابواب، يقدر يهكر او يفتح اي حاجه، وبرضه يقدر يعرف معلومات عن اشخاص معينين. بيقوم هوك مكمل كلامه وبيقول لصاحب الشركه تفتكر لو احنا طلبنا دلوقتي الشرطه هياخدوا مين فينا، انا ولا انت؟ بيقول هوك هو دلوقتي عرف النضاره ليه قالت له يخطفه. بينما هوك عمال بيتصفح في الموبايل بتاع صاحب الشركه بيلاقي ملف اسمه رفض الرعايه للموظفات الاناث. بيسال صاحب الشركه وهو متعصب كده هو ليه عامل قائمه لرفض الرعايه للموظفات الاناث اللي عمرهم بيتعدى ال 50 سنه. بيقول لصاحب الشركه انت بتعتبر الموظفين دول عباره عن ايه؟ بيقول له صاحب الشركه ان هم مجرد كلاب لازم يسمعوا كلامي، انهم ما يعرفوش مكانتهم وبيتكبروا عليا انا، ولازم كل الموظفين الحساله يشتغلوا عندي زي العبيد، والا هطردهم وهدمر حياتهم ومنهم انت. فبيتعصب منه هوك وبيقول له انت فاكر لو في حد هينقذك؟ هنا صاحب الشركه بيتريق على هوك وبيقول له انقذني من ايه؟ على اساس يعني انك انت هتموتني؟ بيقوم هوك مقاطع كلامه كده وماسك بقه علشان يبطل يتكلم، ويقوم قايل لصاحب الشركه ان كل ضربه هضربها لك على وشك هديك مقابلها 100,000. بيتعصب منه صاحب الشركه وبيقول له انت ما عندكش الجراءه تضربني، بس هوك بيقوم موريه الجراءه بتاعته وبيعطيه كف بيدمر ملامحه. من قوه الضربه بيقع صاحب الشركه على الارض وهو مش مستوعب ازاي هوك ضربه. هوك بيعرفه انك انت مش معنى انك معاك شويه فلوس انك تتنمر على الخلق، تتصرف معاهم بتكبر وتعالي، انت مش احسن مننا في حاجه، انت بس اتولدت في ظروف احسن شويه. وبيقوم هوك ماسكه كده وبيرجعه زي ما كان. فبيساله صاحب الشركه هو عايز ايه منه بالظبط وهو هينفذه له. بيقوم هوك قايل له ان الحياه بتاعتنا بطبيعتها صعبه جدا، ان دوره حياه الانسان هي عباره عن انه بيكون طفل لفتره معينه وبعد كده يتعلم شويه، بعد كده يشتغل في التخصص اللي هو اتعلم. ان الحياه بقت صعبه بسبب الاوساخ امثالك اللي بيحاولوا يدمروا جميع طموحات الناس، يخلوا الشباب ما عندهمش امل او حتى يكبروا بمشاريعهم الخاصه. بيقوم ضربه بالقلم وبيقول له انت ليه عملت كده؟ مبسوط يعني وانت بتدمر احلام الشباب؟ بيقول له المدير يسيبه في حاله ويعرفه هو عايز ايه منه وهينفذه له. فبيقول له هوك انا عايزك تحس باللي كنت بتخلي الناس تحس بيه. وهنا كان صاحب الشركه رايح يعتذر لهوك عن كل الحاجات اللي عملها، ده طبعا قبل ما يظهر واحد من ورا هوك وبيقول انه اخيرا وجد صاحب الشركه، ويظهر شخص تاني وهما الاتنين بيقولوا انهم اخيرا بعد ما وجدوه هيقدروا اخيرا ينقذوه. وهنا بيبدا صاحب الشركه يترجاهم ينقذوه، وهو بيقول لهم انهم لو انقذوه هيعطيهم اي حاجه يتمنوها. بيقولوا صاحب الشركه يخرس خالص لانهم اصلا جايين عشان ينقذوه، ده بسبب المهمه الجديده اللي ظهرت لهم. بتقول لهم المهمه ينقذوا صاحب الشركه من هوك، وفي المقابل اللي هينقذ صاحب الشركه هياخد 200 مليون. وهنا بيبدا الاتنين دول يكلموا هوك وبيعرفوه انهم مش قاصدين يتدخلوا في حياته، بس دي مهمه جديده ظهرت لهم. فبيقول لهم هوك ان هو عارف كل حاجه ومش محتاجين يبرروا له اي حاجه، لا وكمان بيشجعهم يهجموا عليه. بعد ما هوك بيقول لهم كده بيبداوا هما الاتنين يقلقوا، وواحد من الاتنين دول بيقول للتاني هيعملوا ايه، لان شكله كده عايز يلغي المهمه ديت لانه خايف من هوك. ده طبعا قبل ما هوك يعطيه ضربه برجله كده ويلزقه في الارض. من رعب صاحب الشخص ده من هوك وصدمته ما بيبقاش قادر يتحرك، لا وكمان لما بيبص لهوك بيلاقيه بيبتسم له ابتسامه شريره. على حين غفله كده بيوجه له هوك سلسله من الضربات البسيطه بس في المناطق الحيويه من جسمه، وبكده قدر يهزم الاتنين دول في ثانيتين فقط، يعني كل واحد اخد منه ثانيه واحده بس. والموضوع ما انتهاش هنا، ده بدا ناس كتير تجيلهم مهمه انقاذ صاحب الشركه، بس صاحب الشركه كان عمال بيتفرج على هوك وهو مصدوم، ده لان هوك كان عمال بيهزمهم بحركاته السريه القويه زي ركله البعبع كده. فهنا صاحب الشركه ما كانش عارف يعمل ايه، وكان خايف جدا من هوك وبيتمنى انه يقدر يهرب بسرعه قبل ما المجنون ده يخلص عليه. بس بيقطع هوك تفكير صاحب الشركه لما بيلاقيه متجه ناحيته ومعاه سكينه وبيبتسم له ابتسامه مرعبه. بيفك هوك الحبال من على صاحب الشركه وبيقول له ان هو حس بالملل فجاه علشان يتسلى شويه، وبيقول له ما تيجي نتكلم عن مرتبي، ما انت شايف انك محتاج تزود مرتبي شويه. وبيعرف صاحب الشركه انه لازم يزود له مرتبه 5 اضعاف، وكمان يعلي منصبه في الشركه ويشغله شغلانه تخليه ما يعملش حاجه، اللي هو يعني انت هتقبضني فلوس مقابل ان انا قاعد على الكرسي في المكتب بتاعي. يعرفه هوك كمان انه من النهارده هيعتبره الكلب بتاعه. طبعا هوك بيعمل كده علشان يستفيد بقدر الامكان، ده لان مهمه اختطاف صاحب الشركه انتهت اصلا. وننتقل احنا بعد كده للسجن الكوري مشدد الحراسه، تحديدا في غرفه السجين 3270. يكون في شخص بيعرف السجين ده ان كل اللي عليه يعمله يصبر يوم واحد وهيخرج، ده لان الشخص ده جاله مهمه من صور المهمات بتاعه بتقول له المهمه انه يحرر كل المجرمين في السجن مشدد الحراسه، وفي المقابل هياخد 500 مليون. وبنعرف ان المهمه الجديده بتاعت هوك هتبدا لما المجرمين دول يتحرروا، وهتبدا لعبه جديده اسمها لعبه العقاب. بنروح احنا بعد كده لليوم الثاني في الشركه اللي هوك بيشتغل فيها. كان مدير القسم بتاعه لسه واصل للشركه وبينتبه
بينتبه ان كل الموظفين متجمعين مع بعض، فبيستغرب وبيروح يسالهم هم متجمعين كلهم ليه. واول ما بيشوف هم متجمعين ليه بيموت من الرعب وبيسالهم هو ده حصل ازاي. واللي حصل يا عزيزي المشاهد ان هوك قاعد على مكتب مطرز بالالماس وبيصبح عليهم وبيبتسم ابتسامه خنفشاريه. بيقول لهم هوك انه بسبب اوامر من صاحب الشركه شاف ان هوك يستحق ترقيه، فعلشان كده اعطاه منصب خاص في الشركه. فهنا مدير القسم لسه مش مستوعب هو فيه ايه ولا حصل ايه، ومن الصدمه يعني وشه كان عامل زي الشمبانزي. يبص لهوك كده وبيقول في نفسه ان اكيد مليون في الميه هوك عمل حاجه لصاحب الشركه، هدده مثلا او ماسك عليه سيديهات. ما هو بعد اللي هوك عمله فيه بقى بيعمل له 1000 حساب. المهم بيقطع هوك تفكيره وبيبتسم له ابتسامه خنفشاريه وبيقول لهم كل واحد يروح على شغله. المهم بعد ما بيمشوا كلهم بيقعد هوك كده مع نفسه وبيبدا يفكر في ان النضاره ديت غيرت وجهه نظره وكده بالنسبه للفلوس، لانه كان فجاه بيمتلك ثروه تقريبا كده 900 مليون، والفلوس ديت كلها اخدها منه بيتر في لمح البصر. بس لما استخدم التذكره الذهبيه قدر ان هو ياخد كارد ب 100 مليون علشان يكمل لعب. من خلال التذكره والمهمه بتاعه اختطاف صاحب الشركه بقى معاه 500 مليون، وال 500 مليون دول اخدهم في يوم واحد. طريقه جني الفلوس بالنسبه له بقت سهله جدا تقريبا، بس للاسف يا فرحه ما كملتش، لان اكتر حاجه مضايقاه المهمه الرئيسيه، لازم يجمع مليار في خلال 7 ايام، والوقت المتبقي علشان يجمع المليار ده هو يوم واحد. لان لو تفتكروا الراس اللي كانت في الدرون قالت له ان هو لو ما جمعش مليار في خلال 7 ايام هيسحبوا كل الفلوس اللي في حسابه وهيخلوه على الحديده. وفكره ان هو يرجع يفلس مره تانية عامله له رعب، علشان كده هو هيفضل قاعد هنا لحد ما النضاره تديله مهمه صعبه جدا تخلصه من الورطه اللي هو فيها دي. وبيقول ان هو عارف ان اكيد النضاره بتجهز لمهمه جديده. في الوقت ده في السجن المشدد الكوري تحديدا في غرفه المراقبه بتاعه السجن، كانوا هناك بيسالوا الشخص اللي بينقل المساجين من السجن في الباص لو كان نقلهم بشكل كويس من غير ما يحصل معاه اي مشاكل. فبيرد عليه الشخص ده وبيعرفه ان عمليه نقل المساجين بتتم على اكمل وجه، انه ما حصلش معاه اي مشاكل، واللي بيطلع ان هو واحد من اللي بيعملوا المهمات وخلص على السواق الحقيقي ومتنكر في هدومه. المهم بياخد المفاتيح من الشخص اللي خلص عليه، بيقوم يتجه ناحيه المساجين علشان يديهم مفاتيح الكلبشات. بيقول لهم انا صحيح حررتكم دلوقتي بس انتم مش هتقدروا تهربوا مهما تعملوا. علشان كده هو بيحاول يحذرهم بقدر الامكان انهم يهربوا مثلا في حته بعيده على جبال مثلا او في المحيطات او جزيره بعيده، بس خلاص بيعرفهم ان فات الاوان. بيبتسم لهم كده ابتسامه مرعبه وبيعرفهم ان خلاص اللعبه بدات، نسبه النجاه بتاعتهم شبه معدومه، ان الكل دلوقتي هيحاول انه يصطادهم. ده لان المهمه الجديده بدات. لعبه العقاب عباره عن ان اصحاب المهمات هيصطادوا الهاربين من السجن، ان كل سجين من دول عليه جايزه ماليه كل ما كانت خطورته اكتر، زي السجين 2066 اللي الجايزه الماليه بتاعته 100 مليون، او السجين 2228 اللي الجايزه الماليه بتاعته 100 مليون برضه. دي المعلومات اللي سوار المهمات كان بيقدمها للمشاركين اللي زي هوك. كان اخطر سجين ما بين كل المجرمين دول هو السجين رقم 3270 اللي هيخلص عليه هياخد جايزه ماليه قدرها 500 مليون. يبدا كل المجرمين يبصوا للعملاق ده لانهم بيعتبروه اخوهم الكبير في الاجرام، بيسالوه هيعملوا ايه بعد ما يهربوا من المكان ده. فبينده على واحد منهم وبيساله لو كان دفن الفلوس في المكان اللي قال له عليه قبل ما يتسجنوا كلهم. يقول لهم ان هو عنده خطه كالتالي، هيروحوا للمكان ده ويجيبوا الفلوس والمضارب والاسلحه اللي كانوا مخبيينها. بعد ما يعملوا كده فهم هيهربوا على طول من كوريا الجنوبيه. في الوقت ده كانت الدرون عماله بتراقب الحافله اللي هم بيهربوا عليها وبتبعت موقعهم بالظبط للناس اللي بتمتلك سوار المهمات، اللي كانوا مستغربين هو يا ترى المجرمين دول بيهربوا على فين. بس بيجي شخص كده وبيقول لهم مش مهم، المهم دلوقتي ان هم يلحقوا يخلصوا على كام مجرم من دول علشان ياخدوا جايزه قبل ما كل المجرمين يموتوا، لان الاشخاص اللي بيمتلكوا اسوره المهمات كتير جدا في مقابل عدد المجرمين اللي هربوا. المهم بعد 4 ساعات تقريبا من بدايه اللعبه كان بدأ الشخص ده بالفعل يصطاد شويه مجرمين ويصيبهم، زي الشخص ده اللي قدر يصيبه بسهم في رجله، وبعد ما صابه بدأ يعايره وبيقول له مش كان احسن لو كنت عشت حياتك بشكل طبيعي بدل ما انت مجرم ومتشحطط في السجون. بعد كده بيوجه كلامه لصاحبه اللي كان واقف وراه، بيقول له ايه رايك في الخطه بتاعتي؟ احنا نمسك المجرمين دول واحد واحد هيكون اسهل بكتير من ان احنا نصطادهم في مجموعات عشان صحابهم ما يشوفوناش ويبداوا يهجموا علينا. كان فجاه بيلاحظ ان ده مش صاحبه اللي كان واقف معاه، وبيقول له ان هو كمان كان بيفكر في نفس الخطه بتاعته، هيصطادهم واحد واحد. وهنا هو يقصد ان هو هيصطاد الناس اللي لابسه اسوره المهمات، واللي بنكتشف بعد كده ان ده واحد من المجرمين اللي هربوا، السجين رقم 2800، وجايزه اصطياده هي 300 مليون. بس هنا صياد المجرمين ما كانش مستوعب امتى المجرم ده ظهر قدامه. قبل ما بيلحق يهرب بيهجم عليه السجين رقم 2800 وبيخلص عليه. بيرجع بعد كده للمجرم رقم 3270 بيعرفه ان هو قتل
بيسأل الاشخاص اللي كانوا بيتربصوا بيهم. بعد كده بيسأل المجرم رقم 3270 كم عدد الاشخاص اللي قتلهم. فبيتجه المجرم ده ناحية واحد من اللي قبض عليهم، بيمسك دماغه كده وبيقول له ان هو مش فاكر، ما بيحبش يعد. في النهاية بحركة بسيطة جدا منه بيخلص على الشخص ده، وبيعرف المساعد بتاعه ان هو في النهاية يعني مستمتع. بس حتى لو كان مستمتع بيقول لهم يحفروا بسرعة علشان يلاقوا الفلوس، وبيعرفهم ان هم لو ما لقوش الفلوس بسرعة مش هياخدهم معاه. المساعد بتاعه بيعرفه ان هو اكتشف ان الناس اللي بيهجموا عليهم دول مش افراد عصابة. الحاجة اللي هو قلقان منها ان معلوماتهم اتسربت على الاسوره بتاعت الناس اللي عمالين بيهجموا عليهم. بيقول للعملاق كمان ده غير لو حد قتلنا هياخد جايزه ماليه. وبيقطع العملاق كلامه اول ما بيعرف ان في جايزه ماليه، وبيساله كمان الجايزه الماليه اللي على راسه. فاول ما بيقول للعملاق ان الجايزه الماليه اللي على راسه ب 500 مليون، العملاق بيفضل يقول له ان هو كان بيتمنى كده طول حياته انه يكون مشهور وفي جايزه ماليه للشخص اللي هيقبض عليه. وهنا المساعد بتاعه بيفضل يقول في نفسه ان العملاق ده شكله غبي جدا، لان 5 اشخاص منهم ماتوا ومعلوماتهم كلها اتكشفت. على العموم بيوجه كلامه بعد كده لشخص من اللي بيحفروا عن الفلوس، وبيسالهم لقوا فلوس قد ايه لحد دلوقتي. بيعرفوا الشخص ده ان هم لقوا 3 رزم، والثلاث رزم دول يقدروا بنص مليار، وبيقول له ان لسه في فلوس تانية كتير ما لقوهاش. فبيبدا المساعد بتاع العملاق هنا يتكلم مع نفسه، يقول ان هو شكله كده هيستفيد جامد، لان الفلوس اللي العملاق جمعها كده شكلها كتير جدا. فعلشان كده بيفضل يضحك مع نفسه، وبيقول ان هو اول ما يلاقي كل الفلوس هياخدها ويضحك على العملاق الغبي. في الوقت ده كان في حد بيراقبهم من بعيد، شايف العملاق عمال بيرقص والمساعد بتاعه عمال بيضحك، وشاف كمان كميه الفلوس اللي هم عمالين بيحفروا عليها. بس الحاجه اللي مخوفاه كميه الصيادين اللي راحوا يخلصوا عليهم، وفي النهايه هم اللي ماتوا. بيسالوا صاحبه لو كان رايه يعني ان هم ينسحبوا، بس الشخص اللي كان بيراقبهم ده بيعرفوا ان هم مش هينسحبوا، لانهم مروا بحاجات كتير ومش هيستسلموا هنا، لانهم لو كسبوا في التحدي ده وخلصوا على المجرمين هياخدوا فلوس كتير جدا، ده غير الفلوس بتاعه المجرمين اللي دفنينها تحت الارض. بس بيقول واحد منهم لو كانوا متاكدين من اللي هيعملوه، لان هم دلوقتي يعتبروا بيقتلوا بشر من غير اي ذنب. فبيقوم رايح الشخص التاني من الفريق بتاعهم ماسكه كده وبيقول له انت ما شفتش السجل الاجرامي بتاعهم؟ بيعرفوا ان كل دول مجرمين وقتله عملوا حاجات كتير في حياتهم. العملاق ده ثمنه 500 مليون، والمساعد بتاعه ثمنه 300 مليون، والبقيه اللي معاهم دول كل واحد فيهم ثمنه مليون. يقوم سايبه كده وبيقول له ان هو يستجمع شكاته ويفكر في الحاجات اللي هو بيقولها، لان الناس ديت ما تستاهلش انها تعيش، بل بالعكس احنا لما نخلص عليهم احنا هنستفيد والدوله كمان هتستفيد. يمسك القناصه بتاعته كده وبيقول لهم ان هم هيصطادوهم واحد ورا التاني من مسافه بعيد، علشان لو حصل حاجه والمجرمين اكتشفوا مكانهم يقدروا ان هم يهربوا بسرعه قبل ما يوصلوا لهم. بيعرف الفريق بتاعه كمان ان هم مش هينفع يسيبوهم يهربوا، لازم يقتلوهم كلهم. طب يظهر هوك من وراه فجاه كده وبيقول له طبعا مش هنسيبهم يعيشوا، احنا هنخلص عليهم كلهم واحد ورا التاني. لان الشخص ده من كتر الرعب اللي حصل له دلوقتي كان على وشك يقطع الخلف. بس هوك بيطمنهم وبيعرفهم ان هو مجرد موظف مكتبي شغال على مكتب يعني ومفيش اي خطر منه. بس هنا الراجل ده كان عنده وجهه نظر تانية، لما بيبص لهوك كده بيلاقيه ماسك السكينه وعمال بيلعب بيها، بيحس ان هو مجنون. وهوك بيسالهم لو كانوا مشاركين زيه، بيمسك السكينه كده وبيفضل يلحس فيها علشان يخوفهم. بيعرفهم ان هو عنده خطه جامده جدا ولازم يسمعوها. بيفضلوا مش مستوعبين اللي هوك بيقوله. واحد منهم بيسأل هوك هو مين وايه الخطة بتاعته. المهم بيفضل هوك يشرح لهم في الخطة بتاعته. فبيرد واحد منهم على هوك وبيقول له انت من الاخر كده عايزنا نكون الطعم بتاعك. وبيسأل هوك لو كان شايفهم هفاءات علشان يستقل بيهم، وبيعرفوا هوك انه لو ما مشاش دلوقتي هيخلصوا عليه. بس هوك بيتجاهلهم وبيعرفهم ان الخطة اللي قالها لهم دلوقتي هي احسن خطة علشان يقدروا يخلصوا التحدي ده. فهنا واثناء ما هوك بيتكلم بيقولوا له ان هم هيهجموا عليه، بس هوك بيقوم صادد السهام بالسكينة اللي كان عمال يلحس فيها. ده اللي كان مخلي الثلاثه دول متفاجئين لانه قدر يصد الهجوم بتاعهم بالسهوله دي. لا وكمان بيقوم ماسك السهم وبيقول لهم ما كانش لازم انك تقول لي انك هتضربني، لانك انت لما تيجي تضرب حد اضربه على طول، انت هتقول له انا جاي اضربك اهو، ما طبيعي هيصد الضربه. بيعرفهم بقى دلوقتي انه لو ما سمعوش كلامه هيعمل معاهم الجلاش، فعلشان كده بيسالهم لو كانوا بيفكروا يهجموا عليه تاني، فبيقولوا له لا، وبيعرفوه ان هم هيعملوا اللي هو عايزه، هيعتبروه كمان المعلم بتاعهم. تمام. بعد ما هوك قدر يقنعهم بالخطه بتاعته من غير ما يجبرهم على اي حاجه، بيقول لهم يبداوا في تنفيذها. بينتقل بينا المشهد بعد كده على المجرمين وهم عمالين بيحفروا، اللي كانوا متضايقين وهم عمالين بيحفروا لان الزعيم بتاعهم نسى المكان اللي دفن فيه الفلوس بالظبط. فبيسمعوا صوت كده وبيطلع الناس اللي هوك قال لهم يكونوا طعم. فبيقول واحد من المجرمين لصاحبه ان دول العيال اللي بيكونوا لابسين الساعات بتاعه المهمات. بيبداوا يستغربوا كلهم ازاي الناس دي جايه تهجم عليهم من غير حتى ما يكون معاهم سلاح. لما بيشوف الناس اللي اتفق معاهم هوك على الخطه ان المجرمين بيجروا عليهم بيهربوا بسرعه للغابه، والمجرمين بيفضلوا يجروا وراهم. والخطه بتاعه هوك كان انهم يخلوا المجرمين يشوفوهم ويستدرجوهم جوه الغابه، بعدين بيقوموا داخلين بيت صغير كده لونه اصفر، لان هوك قال لهم يجمعوا المجرمين فيه. ووقفوا عند البيت وكانوا عمالين بينادوا على هوك علشان يكمل الخطه بتاعته، بس هوك ما كانش بيرد عليهم. وهنا كانوا المجرمين جم وحاصروا الناس اللي هوك اتفق معاهم، وبعد كده المجرمين بيفضلوا يضحكوا عليهم وبيقولوا لهم ان انتوا حظكم حلو، للاسف يعني ما فيش هنا حفر علشان ندفنكم فيها، ما عندناش اي خلق ان احنا نحفر حفر جديده، فهنبقى نحرقكم وخلاص. ويجري عليهم واحد من المجرمين علشان يقتلهم، وقبل ما بيخلصوا عليهم بيظهر فاس وبيجي في الجاروف اللي كان ماسكه المجرم. وهنا الكاتب عرفنا شويه لان اغلب الشخصيات مش هتلاقي اسامي. المهم
المهم كان المجرم اتعصب وبيسال مين اللي رمى عليه الفأس ده، فبيجي هوك كده وهو ماسك الولاعه وبيقول لهم انتوش لازم تعرفوا اسمي، ويقوم مولع في شويه الخشب اللي كان ماسكهم وبيرميهم على المزرعه، فبتولع كل المزرعه من حواليهم. وبيعرفهم هوك دلوقتي ان هم مش هيعرفوا يهربوا منه لان المكان كله محاصر. ده خلى المجرمين متفاجئين من اللي هوك عمله ومرعوبين من اللي حصل، وهوك هنا بينصحهم ان هم يفضلوا في مكانهم علشان يجي ويخلص عليهم وياخد الفلوس. يبدا المجرمين يتكلموا مع نفسهم وبيقولوا لبعض هيعملوا ايه لان هوك سد عليهم الطرق كلها، بس واحد منهم بيقول لهم يسترجلوا لان ده مجرد شخص واحد ضدنا. قبل ما بيكمل كلامه بيقوم هوك جاي كده ومديله واحده دبل كيك في وشه يخليه يتسطح على الارض وبيغمى عليه. فبيقول لهم هوك وهو عامل وضعيه ضربه البعبع تقدروا تخافوا دلوقتي من الواحد اللي ضدكم ده. بيقوم بقيه المجرمين متعصبين وبيهجموا على هوك، بس هوك كان بيتفادى كل الضربات ومحدش كان قادر يلمسه. بيقرر اتنين منهم يهجموا عليه في نفس الوقت، بس هوك بيقوم مركز يمين وشمال في نفس الوقت، وبيقوم ضرب الاول بقاع ايده في وشه والتاني بيضربه وبيوقع منه السكينه. بيفضل واحد من المجرمين مصدوم كده وخايف، بس ما بيلحقش يكمل صدمته لانه بيكون اتشرح 100 حته. بعد ما بيخلص هوك على ده كان برضه المجرم اللي وراه مصدوم وخايف وهو ماسك سكين، لكن ما بيلحقش يكمل صدمته هو كمان وبيهجم عليه هوك وبيوقع منه السكينه. بعد كده بيقوم ماسك وشه وبيمسح بيه الارض، وكده يكون هوك خلص على كل المجرمين اللي وقعوا في الفخ بتاعه. وبيكون اللي اخدهم هوك كطعم واقفين مش مستوعبين اللي هوك عمله لدرجه ان هم فاتحين بقهم من الصدمه. وبيظهر النظام من النضاره بيعرف هوك انه خلص على 4 من المجرمين، يعني بالتالي كده اخد 400 مليون. هنا بيجي مجرم جديد بيقول مين اللي ولع في الدنيا كده، بيطلع انه السجين رقم 2800 وهو المساعد بتاع قائد المجرمين. بيعرض النظام كل سجلاته الاجراميه لهوك، بيطلع انه وقع في 18 حكم ما بين قتل وسرقه وخطف وغيره، بمعنى اخر ان ده من تلاميذ ابليس وبتكون جايزته الماليه 300 مليون. بيقوم سائل هوك اذا كان هو اللي ولع في الدنيا كده وهو اللي خلص عليهم. تعرف هوك ان هو اللي عمله كده وبيساله لو كان جاي علشان ينتقم لهم، بس مساعد قائد المجرمين بيقول لهوك ان هو جاي هنا علشان يعلمه ازاي يخلص شغله على اكمل وجه. وبيطلع ان هو قتل اخر مجرم كان عامل نفسه ميت. بيقول لهوك انت شكلك لسه مبتدئ، كان لازما يعني تقتلهم بالراحه، يخرب بيت جحودك يا جدع. بيعرف هوك انه استعد دلوقتي علشان يخرم جسمه، بس هوك بيعرفه ان هو على طول مستعد ان جسمه كان اتخرم قبل كده. وما تسالنيش يا عزيزي ازاي هوك جسمه اتخرم قبل كده، انا بلخص بس، روح اسال المؤلف. المهم مساعد قائد المجرمين بيعرف هوك ان هو دمه خفيف جدا، وبيقول له انت شكلك عايز تموت وانت بتقول اخر نقطه في حياتك. بيقوم هاجم على هوك بسكينه المطبخ اللي معاه، بس هوك بيتفادى ضربه مساعد القائد اللي كانت متجهه لقلبه. فبيضحك مساعد القائد كده وبيقوم موجه لهوك ضربه ثانيه بايده الشمال ناحيه راس هوك، بيتفاداها برضه هوك بس بصعوبه. وبيقول في نفسه المجرم ده بيعرف يهجم بايديه الاتنين كويس قوي، علشان كده بيقوم نادي على المجرم وبيقول له يستنى شويه. فهنا بيعتقد مساعد القائد ان هوك خايف منه، علشان كده بيقول له هوك لو خايف امسك سكينه مطبخ زيي واهجم عليا سكينه لسكينه. بيقول له هوك ان هو هيجيب حاجه علشان يواجهه بيها بس هتكون مختلفه شويه. بيستغرب مساعد القائد وبيقول يا ترى هو هوك هيجيب ايه علشان يهجم عليه. هوك بيعرفه ان السلاح ده هيكون كافي جدا علشان اهزمك بيه بكل سهوله. فبيستغربوا كلهم اكتر يا ترى ايه الحاجه اللي هيجيبها هوك. وبيعرف هوك مساعد القائد ان عدى وقت طويل من ساعه ما مسك السلاح ده، بس انت اللي اجبرتني. فبيقول له مساعد قائد المجرمين انت بتتكلم جد. فبتطلع في الاخر يا عزيزي المشاهد ادوات زراعه، وده بيفكر هوك بحشره السرعوف او المانتس اللي بتكون موجوده في الزرع. بيبتسم له هوك كده ابتسامه خنفشاريه وبيقول له انت خايف مني ولا ايه. وهنا بينتقل بينا المشهد بعد كده لذكريات مساعد قائد المجرمين. بيقول ان حتى العمالقه دول بيخافوا منه بعد ما بيطلع سكينته، في شويه منهم ما بيخافوش وبيقولوا له لو راجل اضربني، وبعد ما بيضربهم بيخافوا وبينزلوا على الارض وبيتوسلوا له انهم يسيبهم يعيشوا. علشان كده كان بيستمتع بالموضوع ده جدا، انه يعذب الواحد ويحسسه ان هو اقوى منهم. ولكن الواد اللي قدامي ده مختلف تماما، وهنا يقصد هوك. بيرجع بينا المشهد لصاحبنا هوك وهو عامل وضعيه حشره المانتس. هو بيقول ضربه البعبع المزدوجه، بيهجم على مساعد القائد اللي كان عمال بيصد ضربات هوك، بس كان بيصدها بصعوبه لان ضربات هوك كانت سريعه وقويه جدا. يبدا يشجع في نفسه وبيقول ازاي الواد ده قدر يرجعني لورا، ياخد حبايه شجاعه كده وبيهجم على هوك وهو بيقول له انا محدش يقدر يهزمني. فبيتفادى هوك ضربته وبياخده على قد عقله وبيعرفه ان هو بقى راجل بق ما يقدرش يعمل اي حاجه. يتفاجئ برضه مساعد القائد من هوك لانه عمال بيهجم وبيضحك عليه، ولو غلط غلطه واحده هيموت فيها. فبيفضل يفكر مع نفسه كتير وبيعرف السبب اللي مخليه حاسس بالشعور الغريب ده. هو هنا بيكتشف ان هوك بيتعامل معاه على انه حشره. يكتشف القاعده والبوتي يستلفظ بعقل الكبير. بيقوم متعصب اكتر وبيقول له هوك هو انت فاكر نفسك مين، ويقوم هاجم على هوك بالسكينه وهو متعصب جدا. بس هوك بيفضل واقف ثابت ما بيتحركش من مكانه، وبيقول له هوك انت اللي مفكر نفسك مين علشان ما استهترش بيك، يعني بالبلدي كده بيقول له هوك انت عيل هفق واللي عندك اعمله. بيقوم هو كمان هاجم بالمنجلين بتوعه على مساعد القائد وبيشرحه. بيقع مساعد القائد على الارض وبيروح للباك روم مع اصحابه. بعد ما هوك بيخلص عليه بيقول له كان لازم تعرف مكانتك قدامي قبل ما تتكلم. بعدين بيظهر النظام بتاع النضاره
النضاره لهوك بإشعار انه خلص على المجرم رقم 2800، فبالتالي حصل على جايزه 400 مليون. يوم هوك مبتسم ابتسامه منحرفه جدا وبيقول ما عادش دلوقتي قدامي غير واحد بس وهو القائد العملاق. ننتقل بعد كده للاشخاص اللي ساعدوا هوك انهم يجيبوا المجرمين للفخ اللي عمله، وهم ماشيين في الغابه ورايحين للعملاق قائد المجرمين اللي الجائزه بتاعته 500 مليون. بيتكلم واحد منهم وبيقول لهوك ممكن لو تكرمت تسيبنا نمشي دلوقتي بعد ما كنا الطعم بتاعك. بيبص لهم هوك كده بابتسامته الخنفشاريه وبيقول لهم هتمشوا ليه دلوقتي؟ ده هو مجرم واحد بس اللي فاضل. فبيبداوا يعرفوه ان اخر مجرم ده قدر يقتل 13 راجل عصابه بايده من غير سلاح، ده حتى كمان قتل معظم الناس اللي معاهم ساعات اللي جم هنا علشان يصطادوا المجرمين. بيعرفوا هوك كمان ان هم ما كانوش عايزين يصطادوه، هم يا دوب بس كانوا عايزين يمسكوا المجرمين الضعفاء. فجاه بيسمع واحد منهم صوت كده وبيبدا يرتجف من الرعب والخوف علشان قائد المجرمين العملاق وصل. بيكون واقف ورا هوك بالظبط وبيقول لهم انتوا بما انكم كنتوا بتتكلموا عليا يبقى انا مش محتاج اعرف عن نفسي. بيجهز قبضته كده وبعدين بيقوم ضارب هوك في دراعه، وبنيجي لهوك بنلاقيه ما اتخدش حتى من الضربه دي، بيقوم مدي للعملاق ده ضربه تحت فكه السفلي بيطيره لفوق. فبيبتسم قائد المجرمين بعد ما اخد ضربه هوك، بيقول له هوك انت قدرت تصد الضربه بتاعتي، وهوك كمان بيقول له انت قدرت تتحمل الضربه بتاعتي. بيبتسموا هما الاثنين كده في نفس الوقت وبيبصوا لبعض وبينها هتبقى مدعكه يا عزيزي. بيقوم هوك ماسك قائد المجرمين من كتفه وبيوجه له ضربه في نص وشه، بيعطيله لفه لولبيه برجله في نص وشه، وهنا طبعا كان وش قائد المجرمين متخرشم ومطلع دم من كل حته. فبيبدا طبعا هوك هنا بقى يبتسم ابتسامه النصر، ما مفكر نفسه كسب، بس ما بيتحقش يكمل جملته لانه بيتفاجئ من قائد المجرمين اللي بيكون بيبتسم له هو كمان، وبيدي هوك ضربه مفاجاه، بس هوك قدر يتفادى الضربه ديت على اخر لحظه. وبيتفاجئ هوك من قوه وسرعه قائد المجرمين علشان هجومه كان اسرع من الضربات اللي فاتت. هوك بيقول في نفسه العملاق ده لو مسكني هيفشخني. هنا بيهجم عليه العملاق تاني وتالت ورابع وهوك عمال بيتفادى الضربات دي كلها، بس بيتفاجئ هوك لما شاف ان قائد المجرمين بيحط ايده على الارض، وفجاه بينطلق قائد المجرمين بسرعه علشان يمسك هوك. فعلا قدر العملاق ده انه يمسك هوك، فبيطلع هوك دم من بقه من شده الضربه اللي وجهها له العملاق ده، وبيبدا العملاق ده يحاول يعصر هوك علشان يكسر له عظمه حته حته، بس في النهايه بيسيب هوك بعد ما دشمله وخلى هوك مش عارف يتحرك. بيقرب هوك ايده لقائد المجرمين ببطء، بيبص له بصه الغريزه الفائقه اللي هتخلص عليه. بيمسك هوك قائد المجرمين من وشه وبيقول له انا مش زي اي حد علشان تقدر تهزمني. وبيقول هوك في نفسه ان هو في العاده بيحب يتحكم بقوته ويمشي الموضوع بهدوء، بس العملاق ده هو اللي صعب عليه الموقف، عشان كده هوك بيستخدم قوه تركيزه علشان يعلي مستوى قوته، وبيقول للعملاق اتكل انت بقى على الله. لان هوك مسك دماغه وعصرها وبيخلص عليه زي اللي قبله. هنا بيظهر اشعار من النضاره لهوك بتعرفه ان هو كسب ال 500 مليون. المهم بتكون الدرون طايره وبتصور كل اللي بيحصل، والنضاره بتقول لهوك ان اكتملت مهمه اصطياد المجرمين. ده في حين ما هوك كان بيقول في نفسه ان عضلاته بسبب اللي حصل ده كله هتفضل توجعه لمده اسبوع على الاقل، وطلع ان هوك قدر يجمع مليار و200 مليون. المهم بيقول في نفسه ان الحاجات اللي بتحصل معاه دلوقتي بتفكره بزمنه الجميل ايام ما كان بيقدر يضرب اي حد في الجيش. وبيتفاجئ واحد من اللي كان هوك بيهددهم من قوه هوك وبيقول ان هو قدر يهزم قائد المجرمين لوحده، وبيقول التاني اللي كان جنبه ان هو فعلا اتصدم لان هوك هزم قائد المجرمين رغم الفرق ما بين الوزن والكتله اللي ما بينهم. بيقطع كلامهم واحد من صحابهم وبيقول لهم بقول لكم ايه، انتوا نسيتوا الفلوس اللي دفنها المجرمين، ما تيجوا ناخدها بسرعه. فبيبتسم صاحبه ابتسامه منحرفه وبيقول لهم صح، هوك ما يعرفش الفلوس اللي المجرمين دفنوها، يلا نروح نسرقها. بيروحوا لهوك بعد كده وبيفضلوا يطبلوا له، بيعرفوه ان هو ما عادش مضطر يعمل اي حاجه وهم هيكملوا الباقي. فبياخد هوك باله وبيقول لهم هتهتموا بايه وانا خلصت على كل المجرمين. فبيقوموا ساكتين لانهم خافوا وحسوا ان هوك ممكن يكون اكتشف حاجه، بس هوك بيقول لهم تمام اهتموا انتوا بالباقي لو كنتوا مصرين. قبل ما بيكمل كلامه بيلاقي حد ضرب عليه نار، بس بيتفاجئ لانها طلعت رصاصه مخدره. بيجي ساهمين برضه في الاشخاص اللي كانوا واقفين مع هوك، بيقعوا الثلاثه على الارض وهوك متفاجئ باللي حصل. بيكون اللي عامل كده راجل ضخم حاطط قناع على وشه. الراجل ده بيفكرني بمسلسل لعبه الحبار. النضاره بتعرف هوك بعد ما حاول يحصل على معلومات الشخص اللي واقف قدامه ان المعلومات عن الشخص ده محظوره وما يقدرش يوصل لها. وطبعا هوك رغم انه مش في وعيه تقريبا بيسال المقنع ده هو مين وفين وايه اللي جابه هنا وهوك يبقى مين. يظهر ناس فجاه كده من وراه بسلاسل وبيقولوا له انت هتعرف قريب احنا مين. فبيقول لهم هوك قبل ما يغمى عليه ان هو هيكتشف كل حاجه قريب. والمقنع بيظهر قدام هوك وبيقول له ان هو مهتم وعايز يعرف هيقدر يعمل ايه، لان اللعبه شكلها من اليوم ورايح هتكون مثيره للاهتمام. بعدين بيظهر نظام النضاره باللون الاحمر وبيقول لهوك ان هو حاليا في التصنيف 99 من الاشخاص اللي بيشاركوا في المهمات، ده الرانك بتاعه يعني، ورصيده الحالي هو مليار و700 مليون، لان هو كده بقى مصنف عالمي. وبينتهي بينا المشهد بعد كده المكان بيتحرق، بنلاقي عيل صغير بيمشي في نص الممر اللي عامل زي اكنه في سجن، وبيسمع الولد ده صوت جاي من بعيد بيقول له انت ازاي عملت كده. فبنلاقي ان الصوت ده هو عباره عن شبح بيقول للولد الصغير انت ليه هربت لوحدك من المكان ده من غير ما تاخدنا قبل ما نموت. بيتاثر الولد ده من كلامه وبيعيط وهو متضايق وغضبان في نفس الوقت. بعدين بيصحى هوك من الرعب، طلع ان كل اللي حصل ده كان حلم هوك، بس ده مش اللي كان مستغرب منه. اللي كان مستغرب منه ان هو صحى على سريره في بيته او في شقته بمعنى اصح، بيقعد يفتكر في ايه اخر حاجه فاكرها، لكنه مش بيتذكر اي حاجه ما عدا ان هو هزم قائد المجرمين
عملاق. يبدا يحاول يفتكر ايه اللي حصل له، بس كل ما كان بيحاول يفتكر كانت دماغه بتوجعه. بيقول ان اكيد يعني الشخص اللي ضرب عليه الطلقه المخدره يبقى من منظمه اللعبه اللي دخلته في كل ده. المهم بيسمع هوك بعد كده الاخبار اللي في التلفزيون، وان المذيع بيعلن ان الحافله اللي كانت بتنقل المجرمين ولعت وكل المجرمين اللي كانوا فيها ماتوا. بيقول هوك ما علينا، شكلهم يعرفوا يخفوا الجثث. وهنا بيتكلم عن المنظمه، اهم حاجه عنده دلوقتي الفلوس، فبتطلع له نظاره النظام ان هو دلوقتي معاه مليار و700 مليون، لسه الفلوس موجوده في حسابه وده المهم. بعدين بيقول للنظام يوريه المهمه الرئيسيه اللي كان لازم يجمع فيها مليار في اسبوع واحد. فبيطلع النظام وبيعرف هوك ان المهمه الرئيسيه اكتملت بنجاح، وبيقول له كمان ان المهمات الجايه هتزيد صعوبتها. بس هوك بيفكر مع نفسه وبيقول ان كل حاجه كويسه لحد دلوقتي ومفيش اي مشاكل، بس بيحسس على رقبته فجاه كده بيلاقي حاجه غريبه عامله زي الشريحه. وبعد ما بيلمس هوك الشريحه دي بيطلع له مهمه جديده من النظام. بيعرفوا النظام ان اسم المهمه القنبله، وانه لازم ينفذ 5 مهمات ورا بعض، المكافاه بتاعتها غير معروفه. بيتفاجئ هوك من كلمه قنبله، وبيطلع يا عزيزي المشاهد ان الشريحه الملزوقه على رقبته هي القنبله. وبتطلع له اول مهمه على طول. يقول له النظام انه يتواصل مع صاحبته في الشغل، وان المده المحدده للمهمه ديت هي نص ساعه، لو ما قدرش يعمل المهمه ديت هتنفجر القنبله على رقبه هوك. فبينتقل بينا المشهد عند رئيس هوك السابق مدير القسم تشوي اللي كان بيتنمر على هوك. وبيقول ان هو كان فاكر لما هوك بيجيب له القهوه بدل ما يجيبها لنفسه كده، يفكر ان هو يرجع يضرب هوك علشان يعرف مين القوي ويجيب له القهوه هو بعد كده. بس تشوي بيسمع صوت غريب كده وعالي، لما بيلف راسه علشان يشوف الصوت ده جاي منين يطلع ان هو هوك اللي بيجري علشان يلحق يقابل سوسو قبل ما المهمه تفشل والقنبله تفرقع. وبيقول لمدير القسم تشوي وسع الطريق يا راجل يحوى. يعدي هوك من جنب تشوي كده بسرعه، ومن سرعه هوك بيوقع من تشوي كوبايه القهوه. بيبص له تشوي كده وهو بيعيط وبيقول ان اكيد هوك عنده موضوع مستعجل علشان كده بيجري. وبننتقل بعد كده لسوسو اللي بتكون قاعده في مكتبها وبترتب شويه مستندات. بتسمع صوت كده وبتلف وشها، بتلاقي هوك واقف قدامها يا عيني وهو متبهدل علشان يلحق يوصل لها قبل ما النص ساعه تخلص. المهم بيقول لها صباح الخير، فبتتفاجئ منه وبتساله لو كان في اي حاجه مهمه ممكن تساعده فيها. فبيبتسم لها هوك كده وبيقول في نفسه ان سوسو هي صاحبته الوحيده في الشغل. وهنا بيطلع رساله من النظام بتعرف هوك ان اول مهمه نجح فيها، فاضل كده 4 مهمات. فبتقول له سوسو هي ايه الحاجه المهمه اللي مخليك تيجي كده وانت منتش قادر تاخد نفسك؟ بس بتيجي مهمه من النظام لهوك بتعرفه فيها ان هو لازم أن يكون قريب من سوسو اقل حاجه 3 امتار لمده 6 ساعات. اللي بيمنتج قال لي احط هنا فيه، بس مفيش حاجه في دماغي يعني. المهم بيهبد هوك اي حاجه من دماغه، وبيقول لها ان هو بقى منصبه عالي، فبقى ان هو بيتحمل مسؤوليات كبيره جدا، وانه عرف من الموظفين من شويه ان هي محتاجه مساعده، فعلشان كده جه يساعدها. وبيقول لها بدل ما تتعبي نفسك تعالي نستريح سوا وصفوا النيه ارجوكم. وبيقول لها ان اللي هيهتم بشغلها في غيابها هيكون مدير القسم تشوي. وسبحان الله لاجل الصدفه بيكون تشوي معدي، فبيقفشه هوك وبيقول له انت هتساعدها مش كده؟ ويا عيني بيوافق تشوي غصب عنه، ما هو خايف هوك يديله علقه موت زي زمان. هوك بيفتح تليفونه كده وبيعرف صاحب الشركه ان هو وسوسو هيخرجوا دلوقتي، وهياخد كمان الفيزا بتاعته يصرف فيها براحته. وبيهدد صاحب الشركه ان هو لو فكر يعترض هيفشخه، فبيوافق صاحب الشركه. فبتتفاجئ هوك ازاي هيقدروا يصرفوا من بطاقه الشركه، بس هوك بيقول لها عادي عادي يقدروا يصرفوا براحتهم طول ما هي معاه. فبتقول له وهي مبسوطه طالما انت هتصرف يبقى انا جاي معاك، ما هي فلوس ببلاش يابا. وبينتقل بينا المشهد لهوك وسوسو وهم في الحديقه بيشموا شويه هوا. بعدين بيروحوا صاله البولينج وبيلعبوا فيها شويه. بعد كده بيروحوا السينما وبيتفرجوا على شويه افلام. وبيقول هوك في نفسه هو مش انا يعتبر كده خارج في موعد، وموعد ده يا عزيزي السنجل البائس هو ان واحد وواحده بيحبوا بعض المفروض يعني بيخرجوا، بس احنا مالناش دعوه بالكلام ده، احنا سناجل بائسين زي بعض. انت سنجل بائس يا عزيزي وهتفضل سنجل بائس علشان انت بتتفرج على واحد سنجل بائس. ما هو اصل انت لو مرتبط ما كانش زمانك دلوقتي قاعد بتتفرج على الفيديو بتاعي، كان زمانك بتكلمها صح؟ مش هنلف وندور على بعض. المهم بيظهر النظام لهوك وبيعرفه انه لازم يكون قريب من سوسو 3 امتار لمده ساعه ونص والمهمه تخلص، والا هتفرقع القنبله اللي على رقبته. بعد ما خلصوا فرجه في السينما راحوا المطعم بتاع الفئه العليا الاغنياء. بتقول سوسو لهوك ان هي فرحانه جدا النهارده، لانها النهارده حست بفرحه عمرها ما حست بيها قبل كده. شعور انك انت تسيب الشغل بتاعك وتروح تعمل اي حاجه مسليه احسن بكتير من ايام الثانويه لما كنت بتزوغ. نايس. طلع الكوريين برضو بيهربوا من المدرسه يعني، مش طلع المصريين فقط. المهم بتتحرج سوسو بعد الكلام اللي قالته لهوك، حست ان هي يعني ارتاحت له زياده عن اللزوم وارتاحت لنا برضو يا عزيزي، فعلشان كده بتتاسف له على اللي هي عملته. وبتقول ان هي كانت بتواجه صعوبات كتيره في حياتها ومشاكل كبيره، بس كانت بتحاول ان هي تعيش حياتها بقدر المستطاع. وبتعرف هوك ان هي دلوقتي كويسه نوعا ما وما عادتش زهقانه من الحياه زي زمان، من رايي تتجوزوا بقى دلوقتي. بتحاول تقول لهوك ان هي بتحبه بس ما بتلحقش تكمل كلامها، ده لانها بتلاقي هوك حاطط معلقتين في بقه زي العبيط وبيحاول يقلد الفيل. ما تخافش يا عزيزي القصه مش هتقلب رومانسي، هي بس مهمه وجاي لهوك. المهم بيجي النظام وبيقول له ان فاضل 57 ثانيه قبل نهايه المهمه الثالثه. بتستغرب سوسو من اللي هوك بيعمله، بس ملامح وشها بتتقلب 330 درجه. بتسال هوك اذا كان شرب كتير لدرجه انه يسكر بالسرعه دي. يكمل هوك الهبل والعبط اللي هو بيعمله علشان يقلد الفيل. فبتضحك العبيطه قصدي سوسو على هوك وبتقول له انت بتعمل ايه يا مجنون. فبيجي النظام بعد الهبل ده وبيعرف هوك ان
المهمه اكتملت بنجاح. وبيقول هوك مع نفسه حلوه قوي ان سوسو كانت سكرانه والا كان زمانها قلعت الشبشب وضربته بالجزمه. وبيجي الجرسون بتاع المطعم ومعاه طبق وبيقول لهم ان ده طبقهم الاخير. بيفتح كده الجرسون الطبق ببطء وبيطلع ان معاه ساعه مهمات زي النضاره بتاعت هوك كده. فبيتفاجئ هوك كده وبيقول هو ايه اللي جاب الساعه دي هنا. بتيجي رساله من النضاره لهوك بتعرفه ان هو لازم يلبس سوسو الساعه دي ويدخلها معاه في اللعب. بيقوم هوك كده من على الكرسي وبيبص للجرسون وهو متعصب بيساله انت مين وايه اللي جابك هنا مع ساعه المهمات. فبيقول الجرسون كده وهو بيبص لهوك بوش مرعب ان هم بيراقبوه ولازم يسمع كلام المنظمه والا هيموت. بيتفاجئ كده هوك من كلام الجرسون وبيقول في نفسه ان كل ده بسببه وهو الغلطان. فبتقطع كلامه سوسو وبتساله لو كان كويس او في مشكله حصلت، بس هو بيكمل كلامه مع نفسه وبيقول ان اللعبه دي بقت خطر وحقيره ولازم يخلص سوسو من الساعه دي. المهم هوك بيوصل سوسو لبيتها بعد ما بيتنام. بيقول ان هو لو حط الساعه في ايدها هيخلص المهمه وانه ما يقدرش يثق في اي حد غير الفلوس وبس. بس برضه كان متردد انه يحط لسوسو الساعه ان الشخص الوحيد اللي كانت بتعامله كويس يعمل فيها كده. وفجاه بيظهر له النظام وبيقول لهوك ان هو شخص هيعمل اي حاجه علشان يعيش ومش لازم تبقى منافق، يعني بالبلدي كده لبسها الساعه واخلع. بس هوك خد باله من حاجه، صوت النظام المره دي مش زي الصوت في كل مره. بيفتكر هوك الصوت ده وهو مصدوم وطلع ان ده صوت الراجل المقنع نفسه اللي كان ضرب هوك بطلقه مخدره. هنا بيبدا المقنع يمدح هوك وبيقول له ان هو مميز بجد ولكنه لسه مجرد بشري عايش في المجتمع ده كغيره من الناس. بيقول ان سبب تحكمه في البشر هو انانيتهم، عاملين زي الحيوانات بالظبط، مفيش فرق ما بيننا وما بينهم غير ان احنا عندنا عقل، بس اغلب البشر ما بيفكروش بالعقل ده للاسف. بتطلع رساله جديده من النظام لهوك بتعرفوا فيها ان هو لو ما لبسش سوسو الساعه خلاها تشارك في اللعبه القنبله اللي على رقبته هتنفجر. بيضحك هوك كده وبيقول انت عارف كل حاجه حواليا وتقدر تتحكم كمان فيا. بس بيتعصب هوك وبيغضب فجاه كده. بيقول لهم انتوا ما تقدروش تتوقعوا انا اقدر اعمل ايه، انا لازم اقول لك شويه حاجات عني. اول حاجه انك عصبتني بجد، تاني حاجه انا لو اتعصبت هقلب الترابيزه عليك وهخلي كل حاجه في صالحي، اني مش زي بقيه البشر، انا شخص بيفكر بعقله ووقت الجد بستخدم عضلاتي. فبيرد عليه المقنع وبيقول له انت بتتوقع انك ممكن تعمل كده اصلا؟ بيقول له هوك وهو ماسك سكينه مين يعرف، وبيقوم راشق السكينه في رقبته مكان القنبله. بيطلع هوك بجد قدر يشيل القنبله اللي كانت على رقبته وقدر يتحرر منها. بيكمل كلامه للمقنع وهو متعصب بيقول له انت مفكر انك تقدر تلعب بيا؟ انا العب باي حد لاني مش زي اي حد. بس المقنع بيساله لو كان هيقدر يستمر في اللي هو بيعمله ده. وبعد ما بيخلص النظام كلامه بتيجي الدرونز بيولعوا في المبنى اللي هوك فيه. وبيقول المقنع لهوك ان في 5 اشخاص بيعيشوا في الفيلا اللي جنبيه، علشان كده المقنع بيخيره يا ينقذ ال5 اشخاص دول اللي الحريق هيموتهم او يقتل سوسو اللي بيكون المقنع اصلا اصدر مهمه لكل المشاركين اللي زي هوك انهم يقتلوا سوسو. وبيقول له المقنع وريني بقى دلوقتي هتعمل ايه. فبيقول هوك في نفسه ان دي مشكله كبيره وهو خايف ياخد القرار الغلط. اول حاجه بتيجي في دماغه انه يتصل على المطافي علشان يساعدوه في المشكله دي، بس المقنع بيكون عامل حسابه وبيقطع كل طرق التواصل الخاصه بهوك علشان ما يطلبش المساعده من حد. وبيقول المقنع وهو بيبتسم ابتسامه خبيثه انه يقدر يتحكم في المنطقه دي ومش هيقدر يتصل بالمطافي او الشرطه او اي مساعده. بيفكر هوك مع نفسه في حل تاني وبيقول ان هو ما كانش عايز يلجأ للوسيله ديت بس خلاص. فبيقوم هوك واخد نفس عميق كده وبيقول باعلى صوته ان هو عنده حريقه والحقوني يا ناس. بياخد فعلا اللي عايشين في المبنى بالهم من الحريق بعد ما سمعوا صوت هوك. كده برضه اللي صحى سوسو من نومها بعد ما سمعت هوك وهو بيقول ان في حريق. بيقوم هوك رامي عليها بطانيه بعد ما قامت من النوم وهي مستغربه هو بيعمل كده ليه. المهم بيقوم لففها بالبطانيه كده زي الدوده وبيحاول يخرجها من المبنى وهي عماله بتصوت. وبعد ما بيطلع هوك من المبنى بيقوم منزل سوسو على الارض بعد ما كان شايلها زي شكاره البطاطس. وبيعرف هوك سوسو انها تستناه هنا بالبطانيه لحد ما يخلص اللي هيعمله دلوقتي. بس هي بتساله هو رايح فين وهيعمل ايه وبتقول له انت مش هترجع الحريق مش كده. فبيقول لها هوك وهو حزين انه لما كان صغير حصل حريقه في المكان اللي بيعيش فيه وكان هوك في الوقت ده ضعيف ومش قادر يعمل اي حاجه. وبعد كده بيقوم داخل على طول للمبنى اللي بيتحرق. فبتنده عليه سوسو بس هو برضه بيكمل وبيدخل. وبعد ما بيدخل هوك للمبنى اللي بيتحرق بتقلق عليه سوسو بس بتتفاجئ في نفس الوقت لما بيخرج من المبنى ده في حين ما بيكون الناس مصدومين وبيطلعوا تليفوناتهم علشان يصوروا اللي بيحصل. بيبداوا يستغربوا من اللي هوك بيعمله. بيقول واحد منهم ان حتى لو عرضوا عليه 100 مليون علشان يدخل المبنى ده لا يمكن يضحي بحياته. بس بينصدموا تاني لما بيشوفوا هوك راجع للمبنى ده تاني. وبنلاقي كده راجل واحد بيمشي وهو طالع من المبنى. بيطلع هوك وهو شايل 5 على ظهره اللي اتحدى الراجل المقنع ان ينقذهم او ينقذ سوسو. بس هوك كان متبهدل جدا بسبب الحريقه. ولما بتشوفه سوسو بتعيط وبتكون فرحانه انه اخيرا طلع. وبعد كده بنلاقي هوك حط ال5 اللي انقذهم على الارض. بيقول لسوسو تساعدهم لانهم شموا كميه دخان كتيره واغمى عليهم. وبيعرفها كمان انه هيرجع. فبتساله سوسو وهي مصدومه هو رايح فين تاني. بيعرفها ان هو فاضل شخص واحد بس في المبنى ده لان النظام بيعرفه ان اخر شخص لازم ينقذه على بعد 5 امتار. بس هوك كمان كان بيفكر في نفسه وبيقول ان هو ممكن لو راح ينقذ الشخص ده تكون سوسو في خطر بسبب ان المقنع حط مهمه للناس اللي زيه انهم يخلصوا على سوسو. عشان كده بيبدا يفكر في نفسه وهو محتار وبيقول هيعمل ايه دلوقتي. لما بيفتكر اللي حصل له وهو صغير لما ما كانش لاقي حد ينقذه بيتعصب جدا وبيجز على اسنانه. فبياخد
بياخد القرار ان هو يدخل جوه المبنى علشان ينقذ الشخص ده. وبيبدا هوك يجري بسرعه للمبنى تاني بعد ما طلع المصابين في المره الاولى واتاكد انهم عايشين. بنلاقي هوك بيطلع على السلالم وهو بيجري علشان يلحق اخر شخص قبل ما يموت. وبياخد باله هوك بعد ما وصل ان في باب مفتوح وعليه علامات حد كان بيحاول يخرج منه. فبيجري على الباب وبيفتحه، بيلاقي واحد هناك مرمي على الارض ومغمى عليه. الراجل المقنع بيقول له هوك ان هو لازم يستحمل العقوبه بتاعته. بيقول له الشخص المقنع ان في عقوبه لو انقذ الشخص ده، لو انقذت الشخص ده وهو اخر شخص المفروض ينقذه. العقوبه هي ان المقنع هياخد مليار من حسابه. بعد ما بيسمع هوك اللي الراجل المقنع قاله بيتفاجئ وبيقف في مكانه. والمقنع بيعرفه انك انت لو سبته يموت هديك مليار. فبيسال هوك عن رايه وبيعرفه ان الشخص ده ما يستحقش مليار. بس هوك بيتفاجئ من اللي المقنع بيقوله له وبيقعد يفكر كده هيعمل ايه. بننتقل عند سوسو اللي بتكون قلقانه على هوك لانه دخل المبنى تاني وخايفه عليه لا يموت. وبيجي واحد كده من بتوع المصايب صاحب الشعر الاشقر ده، بيسال سوسو لو كانت هي اللي ساكنه في الفيلا رقم 204. بتخاف منه سوسو وبتساله هو يعرفها منين وعرف ازاي هي ساكنه فين. بيضحك صاحب المصايب ده ضحكه تقرف الكلب، بيقول لها ان هو عارفها وكمان وحشاه. بيمسك ايدها كده فبتساله انت بتعمل ايه. قبل ما بتلحق تصوت بيقوم مطلع المطوه وبيقول لها تعالي معايا من غير صوت ولا هذبحك واخلص عليك. بتترعب سوسو كده وبتنصدم من السكينه وما بتبقاش عارفه تعمل ايه. والشخص ده بيكمل كلامه، بيعرفها ان هي لو ما جاتش معاه حالا هيخلص عليها، لكن ما بيكملش الجمله دي علشان في حاجه وقعت على العربيه اللي وراه وفشختها. بيطلع ان هوك كان شايل اخر واحد في المبنى اللي كان بيتحرق. بيقول له هوك بنظره مرعبه لو لمستها هوديك ورا مصنع الكراسي، وانت عارف كويس انا هعمل فيك ايه ورا مصنع الكراسي. فبيترعب الشخص الاشقر ده وبيطلع من اللي لابسين ساعات النظام. بيعتقد ان هوك كمان واحد من اللي لابسين الساعات دي زيه. وبيقول له هوك انت عايز تسرق مني ال 300 مليون ده لان مهمه النظام ان اللي هيقتل سوسو هياخد 300 مليون. وبيكمل كلام لهوك وبيعرفه ان سوسو خلاص بقت بتاعته، ان هو اللي وصل هنا الاول وهو اللي هيخلص عليها وهياخد المكافاه. وبيمسك السكينه كده وبيستعد علشان يخلص على سوسو. بس قبل ما السكينه توصل لسوسو بيلاقي جزمه بتطير وبتخبط في السكينه اللي كان ماسكها. بعد ما هوك قدر يجذب انتباهه بيعرف هوك ان كل الحاجات اللي هيعملها دلوقتي ملهاش اي لازمه. في حين ما بتكون سوسو بتترعب وخايفه وبتقع على الارض. وبيعتذر لها الاشقر ده لانه ما خلصش عليها بسرعه قبل ما تحس بالالم. في حين ما كان هوك بيجري بسرعه علشان يلحق ينقذ سوسو من ابن العبيطه ده. ابو شعر اصفر ده بيقوم موجه السكينه ناحيه رقبه سوسو علشان يخلص عليها. وهنا بنلاقي دم عمال بيقع على الارض. بيطلع ان ده دم هوك اللي لحق يوصل لسوسو. بيكون ماسك السكينه اللي كانت متوجهه ناحيه سوسو بايديه الاتنين. وبعد كده هوك بيقول له انا مش قلت لك ما تفكرش تقرب من سوسو. بيلاقي الشخص ده مش عارف يسحب السكينه من ايد هوك، فبيعرق وبيتوتر وبيكون خايف جدا من هوك. من كتر الصدمه بيعرض على هوك انه ممكن يقسموا ال 300 مليون على بعض. بس بيلاقي هوك بيرفع راسه في السماء وبعدين بيقوم خابط دماغه في وش الشخص ده. فبيقع ابو شعر اصفر على الارض بعد ما اخد احسن نطحه من هوك. بعد كده بنلاقي هوك مش قادر يقف، ده لانه شم دخان كتير وبيغمى عليه في الاخر. فبتقلق سوسو على هوك وبتحاول تصحيه بس مش بتكون قادره. وفجاه بيجي واحد كده كان بيتكلم في الموبايل بتاعه، بيقول للشخص اللي كان بيكلمه انه لقاها. وبيطلع ان الشخص ده هو المصنف 31 على اللعبه. الشخص اللي كان بيكلمه جين في تليفونه كان بيقول له يهتم بهوك. وبتكون سوسو بتعيط ان هوك اغمى عليه. فجأة هوك وهو نايم بيسمع صوت حد بيطلب المساعدة. فبيقوم هوك وهو مصدوم وبيكون الصوت ده صوت طفل صغير عايز المساعدة. غير ان هوك كمان اخد باله ان في حد ضمد له جروحه كلها. فلما بيصحى بيلاقي المصنف رقم 31 بس هوك ما بيكونش عارف ده. بيكون المصنف رقم 31 بيحاول يمسك الطفل اللي عايز المساعدة. والطفل ده وهو مرعوب بيكون عمال بيطلب المساعدة من اي حد. بس المصنف رقم 31 بيرد على الطفل ده وهو مقروف، بيقول له يسكت وما يتحركش من مكانه. بيتفاجئ المصنف رقم 31 من هوك اللي بيكون صحى وموجه له ضربة قوية وسريعة جدا. بس بيقدر المصنف رقم 31 يصد الضربه ديت بكل سهوله. وبعد كده المصنف رقم 31 بيسال هوك وهو متعصب لو كان عنده الجرأه يوجه له ضربه مفاجاه. فبيقول له هوك وهو متعصب اكتر منه يبعد عن الولد ده. وبيجي بعد كده واحد بينده على هوك بصوت مرعب وبيقول له وقف اللي بيعمله. فبيطلع غو بيتر اللي كان اخد من هوك 800 مليون وهو ماسك مسدس. فده خلى هوك يسيب المصنف رقم 31 ويستغرب من ان غو بيتر هنا. وغو بيتر بيعرفه لو اتصرف من غير ما يفكر هيخلص عليه. بيلف هوك راسه وبيلاقي الطفل اللي كان عايز مساعده مرعوب وبيرتجف. لما بيركز على الطفل ده بيلاقي في ساعه المهمات على ايده. فبيظن انهم بيستغلوا الاطفال وبيحاولوا يدخلوهم اللعب. وهو بيتر لما بيبص لهوك بيعرف هو بيفكر في ايه وبيعرف هوك ان هو مالوش دخل بالموضوع ده. بس هوك بيتجاهل كلامه وبيأمره يسيب الطفل ده يغادر المكان. وده خلى غو بيتر يستغرب وبيقول له هوك وانت عايز تنقذ طفل اول مره تشوفه؟ يساله انت ليه مستعد تنقذ طفل اول مره تشوفه ومالكش دعوه بيه؟ بيعرفه هوك وهو متفاجئ من السؤال ده ان الطفل ده طلب المساعده. هوك في الحقيقه شايف المصنفين دول قدامه مجرد مجرمين. فبيقول له غو بيتر وهو مبتسم ابتسامه مجنونه ان هو طالما شايفهم مجرمين يبقى يتصرفوا زي المجرمين. يقوم موجه
المسدس بتاعه ناحيه الطفل وهو مرعوب، بس بيجي هوك وبيقف قدام الطفل علشان لو ضرب عليه النار ياخد هو الطلقه مكانه. في النهايه غو بيتر بيضرب النار من المسدس، بس بيطلع في الاخر انه مسدس ميه وبيغرق هوك بيه. وبيلاقي هوك بعد كده الطفل عمال بيضحك، بيعرفوا الطفل انه وقع في المقلب بتاعهم، فبيروح هوك يمسك الطفل ده وبيقوم رافعه كده، بيقول للطفل انت كنت معاهم من الاول يا حته حساله، وبيقعد يشحططه يمين وشمال يمين وشمال. في حين مكان غو بيتر والمصنف 31 مستغربين من هوك لان شكله بيكون مرعب لما بيتعصب. بيحاول غو بيتر ان هو يهدي هوك وبيعرفه ان هو هيفهمه كل حاجه. المصنف رقم 31 بيقول للعجوز في ودنه ان هو لما شاف هوك كده طلع احسن من اللي توقعه، فبيأكد غو بيتر على كلامه. ولما بيهدى هوك من عصبيته بيسيب الواد ده وبيقوم سائل غو بيتر والمصنف رقم 31 انتم مين وشغالين ايه. بيعتذر له غو بيتر لانهم ضحكوا عليه، بيعرفوا ان الطفل ده تحت حمايتهم، وبيعرف هوك كمان ان هو عمل مجموعه ومجموعته اسمها تحرير المشاركين. فبيقوم هوك قاعد مع غو بيتر، بيكون قدامهم كوبايه شاي او قهوه ما علينا. المهم بيوجه غو بيتر كلامه لهوك وهو في منتهى الجديه وبيقول له انا هختصر الموضوع كله. بيعرفوا اول حاجه ان البنت اللي كانت معاه في الشغل، هو هنا قصده على سوسو، بخير ومية مية، وهي دلوقتي في المستشفى مش فاكره اي حاجه من اللي حصلت امبارح. وتاني حاجه الراجل اللي انقذك انت وسوسو هو المصنف رقم 31. انا هوك بيقطع كلامه وبيقول له انت اكيد ما ساعدتنيش من غير سبب، واكيد انت محتاج مقابل علشان انقذتني. يرد عليه غو بيتر وهو مستغرب. بيعرف هوك ان هو بقى من المصنفين بسرعه، وده معناه ان هوك هيبدا يجمع مليارات بسرعه كبيره. فبتظهر شاشه النظام بتاعه نضاره هوك تعرفه ان هو دلوقتي بقى معاه مليار و700 مليون وبقى المصنف رقم 91 على العالم. بيكمل غو بيتر كلامه، بيعرف هوك انك انت لما تجمع فلوس اكتر او تبقى مصنف اعلى في الرتبه تظهر للمصنفين التانيين الاقوياء، فبالتالي المنظمه ممكن تصدر مهمه جديده ليهم ان هم يحاولوا يصطادوك. هنا بيبدا هوك يفكر مع نفسه وبيقول ان هو كان السبب في توريط سوسو في المشكله دي، ان هو مش عايز يورطها تاني في اي مشاكل بسببه. فهنا غو بيتر بيقطع تفكير هوك وبيعرض عليه ان هو ينضم للفرقه بتاعه التحرير بتاعتهم. كمان بيعرف هوك ان هو لو انضم للفرقه بتاعتهم هيرجع له ال 800 مليون اللي كان كسبهم من هوك في القمار. فبيتفاجئ هوك كده وبيقول ما هيرجع لي ال 800 مليون بتوعي. بعدين بتتغير ملامحه من الفرحه والتفاجؤ لنظره عدم الثقه ان اكيد غو بيتر بيضحك عليه. فبيقول له غو بيتر علشان تثق فيا هتلعب لعبه مع واحد من اعضاء فريق التحرير، ولو انت كسبته انا هديك 400 مليون كمبلغ اولي، بعدين هديك ال 400 مليون التانيين في وقت تاني. كمان بيعرف هوك ان هو شايف كده ان هوك مش هيبطل يعمل مهمات قريب، فبالتالي اقتراحه بتاع ال 800 مليون مش عرض وحش، ان انت كده بتضرب عصفورين بحجر. بس هوك برضه بيكون مستغرب ومتعجب ومتفاجئ وكل علامات الاندهاش من اللي بيعمله غو بيتر، اللي هو كده مش واثق في غو بيتر. غو بيتر بيعرف هوك ان هو لما يحتاجه هيبقى يبعت له رساله بالمكان. كمان بيقول له هوك انه فكر في العرض ده لان ده مش عرض وحش يترفض. بينتقل بينا المشهد بعد كده للفندق اللي هوك مأجر فيه. بنلاقي هوك قاعد في المطعم بينده على نضاره علشان توري له المهمات المتسلسله اللي لسه ما خدش مكافآتها. بيلاقي ان المكافاه بتاعته هي قسيمه عنصر عشوائيه، يعني هديه ممكن تساعده بعدين، مسدس مثلا او سكينه حاجه زي كده. المهم بتيجي رساله من النظام وخاصه من الراجل المقنع بيقول فيها لهوك ان مفيش عقاب هيعمله ليه بسبب الحاجات اللي كان عملها لما عصى اوامره. كمان الراجل المقنع بيعرفه ان هو هيطلع في اجازه فلازم هوك كمان يرتاح اليومين دول. هنا هوك بيفضل يسال نفسه وهو متعجب، هو انا لازم ابقى سعيد ان مفيش اي خطر عليا دلوقتي؟ وبيقول ان الفلوس اللي معاه دلوقتي ممكن تتسحب في اي لحظه وتختفي. وكمان الاسوأ من ده كله ان هو ما يقدرش يسحب مبلغ كبير علشان الفلوس دي تحت سيطره النظام بتاعه النضاره. المهم بيجي هنا الشيف وبيقطع كلام هوك، بيعرفه ان السوشي اللي طلبه وصل. لما هوك بياكل الاكله دي اللي تمنى 400,000 بيحس ان هو في بحر الاحلام. ايه انهم الاغنياء يا ساده. انا اكبر طموحاتي حاليا ان انا اعرف اجيب كاتسوني في بلوكس فروت. المهم بينتقل بنا المشهد لواحد بشعر اصفر مع مذيعه في التلفزيون. بيقول الشخص الاصفر ده وهو فرحان انه ما عادش قلقان من اي حاجه في حياته لان حياته بقت اسهل بكتير. بعد كده بنشوف هوك قاعد على كرسي فاخر من الاخر، هو مبتسم ابتسامته الخنفشاريه. وبننتقل بالاحداث بعد 4 ايام. بيكون موقع المهمه الجديده مدرسه مهجوره، وبيكون المهمه ديت فيها عدد كبير من اللي هيشاركوا. بيكون ماشي ما بينهم من غير اي قلق ولا خوف، او كمان بيكون ماشي كده بابتسامته الخنفشاريه. وواحد من المشاركين بيقول لصاحبه ابن العبيطه ده هنا علشان يشارك في المهمه ازاي، وهنا هو يقصد هوك. بالنسبه لهوك كان عمال بيحلم انه بعد ما يخلص المهمه ديت يشتري شقه على البحر او شاليه وفيلا. المهم اللعبه ديت يا عزيزي المشاهد هتكون عباره عن ان هيكون في 2 من المتسابقين يكونوا في نفس الفريق ضد الفريق الثاني. وهنا حد بيقطع تفكير هوك وبينادي عليه، بيكون العيل الصغير اللي عمل المقلب مع غو بيتر ده. في حين طبعا ما بيكون هوك متفاجئ ان شريكه هيكون البذر الصغير ابو دم تقيل. بيساله هوك هو عنده كام سنه، بيعرفنا البذر ده ان هو عنده 15 سنه. ده خلى هوك يستغرب اكتر وبيقول ازاي غو بيتر عايزني اكسب الواد الصغير ده. ده خلى بقيه المشاركين في اللعبه يضحكوا على حظ هوك ده، لان هوك لبس في عيل صغير، وبيتفقوا كلهم ان اول ما الجوله تبدا هيفشخوا كلهم فريق هوك، لان فريق هوك عباره عن هوك والبذر الصغير. المهم بعد كده بيظهر النظام لجميع اللاعبين المشاركين في المهمه، يقول لهم ان الفرقه هتتشكل بشكل تلقائي للاعبين القريبين من بعض. ده في حين طبعا مكان هوك متضايق ولسه عمال بيفكر في ان شريكه في الفريق هيكون البذر ده. بيقول كمان ان غو بيتر ضحك عليه، اداله على قفاه بمهمه مع بذر صغير. ان هوك كان بيتوقع بدل ما يجي العيل الصغير ده كان يجي المصنف رقم 31 للمهمه دي بداله. بيقول البذر ده البجح اللي
ما عندوش دم ابن انا ممكن اعتمد عليك صح، بس بيقول في نفسه البجح ده ان المصنف رقم 31 كان هيبقى احسن من هوك. اما انت صحيح يلا، ده انت معاك قائد القوات المسلحه بشخمه ولخمه. يكمل كلامه البذر ده كمان بيعرف هوك ان هو ما كانش عايز يجي معاه. بيبص له هوك وهو متعصب لانه كمان ما كانش عايزه يبقى شريكه. البذر ده بيكون خايف انه يخسر المره دي في المهمه دي. البذر ده بيكون خايف انه يخسر المره دي علشان تقريبا ممكن يموت. فلما بيشوف هوك حاله الواد ده بيصعب عليه، فبيقرر ان هو يواسيه. بيحط ايديه على دماغه كده وبيقول له ما يقلقش، بيعرفه ان هو عنده القوه الكافيه انه يقدر يحميه بيها. بيطمن البذر الصغير لهوك شويه. بتحسه كده بيبص بص لجون في انمي هانتر. المهم بيكون كل اللاعبين خرجوا من المدرسه وواقفين بره بعد ما كلهم كونوا فريق، والنظام بيعلن اللعبه الاولى. اللعبه الاولى هتكون اسمها لعبه الملك. بقواعد اللعبه ديت كالاتي: ان في دلوقتي 4 فرق، كل فرقه مكونه من 2، كل واحد من الفرق دول هو الملك في فريقه. احنا كده عندنا 4 فرق و4 ملوك، كل فريق هيحاول يخلص على الفريق الثاني او يخلص على الملك اللي في الفريق الثاني. لو الملك من الفريق الثاني خسر يبقى كده الشخص الثاني خسر هو كمان. هوك بيروح للبذر الصغير، والبذر الصغير بيسال هوك هم هيعملوا ايه، لان البذر الصغير هو طلع ملك الفريق، وهوك هيكون العضو الثاني في الفريق اللي المفروض يحمي الملك. وهنا بدا كل اللاعبين يبصوا على بعض قبل ما اللعبه تبدا ب3 ثواني، وكمان بتتجمع كل الفرق حوالين هوك والبذر الصغير. اول ما اللعبه بتبدا بتهجم كل الفرق على هوك والبذر الصغير. هنا بيكون في كميه لكمات بتتجه ناحيه البذر ده وهو خايف من خوفه، بيغمض عينيه وهو مستعد انه يتضرب. ما فقد الامل يا عيني، بس لما ما بيلاقيش نفسه اتضرب بيفتح عينيه بيلاقي هوك شايله على كتفه. المهم الفرق بيكونوا محاصرين هوك ومش لاقيين لهم اي مكان للهرب، في حين طبعا ما بيكون البذر الصغير خايف وعمال بيشد في شعر هوك كانه راكب حمار. بيقول له هوك سيبني يا متخلف، لو ما سبتنيش هركز هنموت كلنا. بدا المتخلف ده يعمل حركات غريبه فوق هوك، غير كمان ان بقيه المشاركين كانوا مستغربين من اللي بيحصل. بيقرر واحد من اللاعبين يجمع شجاعته ويروح يهجم على هوك، بس قبل ما بيعمل اي حاجه بيظهر 2 من المشاركين في اللعبه وبيكونوا بيبصوا له بصات غريبه. فبيقرر الشخص ده انه يهجم على واحد من الخضر وبيحاول يخوفه، في حين ما كان البذر الصغير عمال بيضرب هوك على وشه. في واحد من المشاركين بيتسلل من ورا هوك علشان يخلص على البذر الصغير. يكون هوك واخد باله من الشخص ده وبيقول للبذر الصغير انه يقف على ايده، فبيساله البذر الصغير ليه، بس قبل ما بيخلص كلامه بيهجم عليه الاثنين دول وبيحاولوا يخلصوا على البذر. فبيقوم هوك رامي البذر في السماء. ده خلى بقيه اللاعبين يستغربوا من حركه هوك دي، بس قبل ما بيكملوا صدمتهم هما الاثنين بيضربهم هوك هما الاثنين برجله في نفس الوقت. بيمسك البذر الصغير بعد كل ده وكمان عامل وضعيه الفرخه المزدوجه، او دي تقريبا وضعيه المرتبطين في الباليه. بعدين بيقول هوك للبذر الصغير انه يستخبى وراه وما يروحش بعيد. وفجاه هوك بياخد باله ان في شخص عمال بيصرخ من الالم. ما بيلف علشان يشوف ايه اللي بيحصل او مين اللي بيطلع الصوت ده. بنلاقي اللاعب اللي كان واقف قدام ابو شعر اخضر وعامل نفسه صابع البرومبا. ابو شعر اخضر بيكون فجع عينه، الشخص التاني بيكون عمال يترجاه انه يسيب عينيه. ده في حين ما بيكون اللاعب ابو شعر اخضر بيقول له انا ليه اسيبك، احنا هخلص عليك. في النهايه ابو شعر اخضر ده بيخلص على عيون الشخص ده من غير اي رحمه. ويكون ابو شعر اخضر التاني اكل مناخير صاحب الشخص ده، بس الشخص اللي اتاكل مناخيره بيكون متعصب جدا. وقبل ما بيكمل كلامه بيديله ابو شعر اخضر في وشه، بيغمى على الشخص ده من قوه الضربه اللي اخدها في وشه وبعد ما مناخيره اتاكلت. المهم بيكون التوينز الخضر رايحين ناحيه هوك والبذر الصغير، بس قبل ما بيحصل اي حاجه بيعلن النظام ان الجوله الاولى انتهت. ننتقل بعد كده لملعب كره السله في المدرسه. ما بيكونش اتفضل من المشاركين غير التوينز الخضر وهوك والبذر الصغير. هنا هوك كان بيسال البذر الصغير لو كان متاكد انه عايز يكمل في اللعبه دي، بيرد عليه البذر الصغير وبيعرفه ان هو لازم يخلصها. ده خلى هوك يفكر مع نفسه ويقول هو ليه الواد ده مصر قوي انه يخلص الجوله دي رغم ان ممكن يموت. بس فجاه بيدخل عليهم شخص في الملعب وبيكون لابس قناع اصفر. بيقول لهم الشخص ده ان هو هيكون المشرف بتاع الجوله دي، كمان بيهنيهم على ان هم خلصوا المرحله الاولى من اللعب. كمان بيقول لهم ان هو هيعرفهم على قوانين الجوله الثانيه. بتكون اسم اللعبه الثانيه ديت هي لمسه البطاقات العشوائيه. قواعدها كالاتي: بياخد كل فريق بطاقه عليها جزء من الجسم زي المناخير الوش الصدر والقبضه، ولما تهاجم على الفريق الثاني لازم تهاجم على الجزء اللي طلع لك في البطاقه. يعني انت ما تقدرش تهجم على الشخص الثاني بشكل عشوائي، ده انت هتهجم على الشخص ده باللي مكتوب في البطاقه. يعني لو كان مكتوب في البطاقه ان هو يضرب الشخص الثاني بايده هيضربه بايده بس. نفس الكلام بينطبق على الفريق الثاني، زي ما في واحد بيضرب في واحد هياخد الضرب، والقاعدتين دول بيمشوا على الفريقين، يعني مره هتكون ضرب ومره هتكون مضروب، انت وحظك على حسب اللي يطلع لك في البطاقه. المهم بيكمل المقنع كلامه وبيقول ان الملك ممكن يامر العضو اللي في فريقه ياخد الضربه بداله. بيقول كمان انك انت لازم تسمع كلام الملك، ولو ما سمعتش كلام الملك بتاعك هتطلع بره اللعبه. وفي النهايه بعد ما بيفهمنا المقنع كل القواعد بيبدا اللعب. بيكون هوك خايف كده ومش عارف يعمل ايه. بيقول ان اللعبه دي هتكون خطيره جدا. بيقول هوك للبذر الصغير انهم من الاحسن انهم يوقفوا اللعبه دلوقتي، بس بيرد عليه الصغير يقول له مش مهم، انا كده كده الملك، يعني انت اللي هتتضرب. اللي هو يعني بيبص لهوك كده وبيقول له انت لبستها يا كروديا ابلع بقى. طفل ده ما بحبوش الواد
الواد ده ابو تقل دم امه. المهم بيكون في دم بيقع على الارض وبيطلع ان ده دم هوك اللي اتخانق واتغدر بيه من العيل. بيطلع ان هوك تفهم موقف الطفل ده وقال له ان هو موافق ياخد كل الضربات بسبب طبعا ان هوك كان حاسس ان الطفل ده مخبي حاجه كبيره. وبننتقل بعد كده لذكريات البذر الصغير. بنلاقي بنت شبهه قوي مجروحه ومضروبه ومتخرشمه قاعده على الارض، تحضنه وبتطمنه ان كل حاجه هتكون تمام. وبنعرف بعد كده ان هي اخته. تقول البنت للبذر الصغير ان البلطجيه اللي ضربوها وفشخوا البيت كان علينا ليهم ديون، بس هم لقوا لي شغل لمده سنتين ولو اشتغلت معاهم هيشيلوا كل الديون بتاعتنا. ده خلى البذر الصغير بيقول ان هو لما كان طفل صدق كلامها، علشان كده البذر الصغير عايز يكسب في اللعبه ديت مهما حصل عشان يقدر ينقذ اخته. المهم بننتقل لهوك بعد ما سمع كلام البذر الصغير، بيقول له من غير ما تأمرني دايما الكبير لازم يخلي باله من الصغير. ده خلى البذر الصغير كده يحس بالندم ويبص لهوك كده زي ما يكون بيقول له انا اسف. عامه بيكون هوك واقف قدام واحد من راس البطيخه بيستعد علشان يواجهه. هنا بيقوم المقنع ضاغط على زرار بيبدا البطاقات العشوائيه، فبيطلع ابو شعر اخضر ان هو هيهجم على هوك بقبضته لا غير. هوك هيصد الضربه ديت بصدره. هنا بعد ما بتتوزع كل الاوراق بيضحك ابو شعر اخضر كده ضحكه خبيثه بانه ناوي على شر. على طول بيهجم على هوك بسرعه في نص صدره، بس اللي هوك ما حسبش حسابه ان ابو شعر اخضر ضربه ضربه ناحيه الكبد. بيشرح لنا هوك بعد كده ان الشخص ده شكله فهمان وعارف فين بيضرب بالظبط، ده لان الكبد بيكون اكبر عضله في الجسم والالم لما حد يضربك فيه بيكون صعب. ده خلى هوك يتاثر جامد من الضربه دي وكان عمال بيخر دم من المكان اللي اتضرب منه. المهم بيعلن المقنع عن فتح البطاقات التانية. بيكون طلع لهوك ان هو هيهجم بعينيه على ودن اللي قدامه. نعم اللي سمعته صح يا عزيزي المشاهد، هوك لازم يهجم عليه بعينيه، ما تقوليش ازاي، هي البطاقات بتقول كده. بيقوم هوك متخطي الجوله بتاعته، يعني مستحيل يهجم عليه، ما يقدرش يهجم عليه بعينيه، علشان كده بيتخلى عن دوره. يعني تيجي الجوله اللي بعديها ويكون ابو شعر اخضر هيهجم على هوك باستخدام كوعه في جبهته. بعد الجوله ديت بيجي دور هوك وبيكون حظه زي الزفت. كل مره بيكون هوك طالع له ان هو يهجم على ايد خصمه باستخدام مناخيره، يخرب بيت الحظ فبيتخطى هوك الجوله دي كمان. بتيجي الجوله اللي بعد كده بيطلع ان ابو شعر اخضر هيهجم على هوك في وشه باستخدام رجله. بتيجي الجوله اللي بعديها بيطلع ان هوك لازم يهجم بشفته على شفه الخصم. طبعا برضو ما ينفعش، ما تظبطش، فبيتخلى برضو هوك عن الدور ده. فهنا بيجي ابو شعر اخضر التاني وبيقول لابو شعر اخضر الاولاني ان هو يبدل، يعني يخليه هو اللي يضرب. يعني ده لان هو بيعتقد ان صاحبه ضرباته ضعيفه لان هوك لحد دلوقتي عايش، علشان كده المقنع بيسمح لهم ان هم يبدلوا الاماكن. واول ما بتبدا الجوله اللي بعد كده بيظهر لابو شعر اخضر ان هو هيهجم على هوك بركبته. بعد كل ده بدا هوك يبان عليه التعب وبينزف الدم من كل حته في جسمه. بيجي البذر الصغير بيقول لهوك ان هو عايز يبدل. بيستغرب هوك وبيقول له انت بتقول لي يستعد البذر الصغير وهو بيقول لهوك ان هو جاهز علشان ياخد الضربه مكانه. بس ابو شعر اخضر بيقول له ان هو مستغرب ليه طفل وصل للمرحله دي. بيعرفه ان هو كان من الاحسن يعني انه ينسحب، وبيقوم ضرب البذر في بطنه بكل قوته. ده خلى البذر يقع على الارض من شده الالم اللي حس بيه. هنا بيجي دور هوك، بيطلع الورقه بتاعتهم ان هو هيهجم بصباعه الوسطاني اللي هو جابت الشخص التاني. وده خلى برضه البذر يقول لهوك ان دي ورقه ملهاش اي لازمه. بس هوك بيقول له ايه بطاقه ملهاش لازمه؟ بيعرف البذر الصغير ان هو كان مستني اللحظه دي من زمان. بيقول له انا اللي ههجم عليه بصباعي الوسطاني. ده خلى ابو شعر اخضر يفطس على هوك من الضحك. بيقول له انت ازاي هتهجم عليا بصباعك بس هوك بيتجاهل كل الكلام اللي قاله وبيحط ايده قدام جبهته. وبيبدا هوك يجهز صباعه الوسطاني علشان يسلم على ابو شعر اخضر. اول ما بيوجه له صباعه من قوه الضربه بيطير. بص ما تسالنيش ازاي واحد طار من قوه صباعه، هو المؤلف عايز كده. انا لما جربت اعمل الحركه اللي هو بيعملها ديت انا صباعي كان هيتكسر. المهم بنروح لابو شعر اخضر اللي بيكون خد الضربه من هوك وبيكون متفاجئ من قوه هوك التدميريه اللي قدر بصباع واحد يطيره وينزل دم من دماغه. وبعد الجوله ديت بدا الحظ انه يكون في صالح هوك، ده لان خصمهم اللي هو يعني التوينز الخضر ظهر لهم ان هم يهجموا على هوك بعينيهم في ايد هوك، فطبعا بيقوموا متخليين عن دورهم. وفي الجوله اللي بعد كده في دور هوك بيظهر ان هو هيهجم عليهم بايده. ده خلى هوك مبسوط جدا وبيبتسم لهم ابتسامه كده يعني كلها غل، يعني جواه حاجات كتير عايز يطلعها. مش غلط يا عزيزي، ده هوك عايز يطلع الحاجات اللي جواه. بيقوم موجه بوكس لابو شعر اخضر، ده بيخليه يعيط من كتر الالم. لما بيجي دور التوينز الخضر بيطلع ان هم لازم يهجموا على هوك باستخدام مناخيرهم فبيتخطوا دورهم. في الجوله الثانيه بيجي دور هوك، بيطلع ان هو يهجم بصباعه اللي هو الابهام يعني على صدر خصمه. يقوم هوك ضرب ابو شعر اخضر من هنا فبيقع على الارض وبيفضل يعيط. علشان كده بيطلب من صاحبه ان هو يبدل معاه وياخد الضرب هو بداله، بس صاحبه بيغدر بيه وبيقول له ان هو مش عايز يتضرب. اعملها برضه، ما انا عاوز ارتاح يا حاج، انا تعبان يا حاج. يعرفوا ان هو اللي هيفضل هو اللي يتضرب. بيقول ابو شعر اخضر ده ان هو هيفضل مستني بطاقه هجوميه علشان يقدر يهجم على البذر الصغير، لان هو عارف ان البذر مش هيقدر يستحمل هجوم تاني. في حين ما بيكون البذر الصغير عمال بيفكر مع نفسه وبيقول ان هو مش هيستسلم ابدا حتى لو جت عليه بطاقه هجوميه، وان هو هيحاول يصد الضربه ديت عن هوك بقدر المستطاع. وبيرجع بعد كده الحظ للفريق الخضر انهم طلع لهم بطاقه هجوميه ان هم يهجموا بالرجل على صدر الخصم. فبيخاف البذر الصغير من الرعب لان هو كده هيكون مضطر يصد الضربه ديت عن هوك، لانه عارف ان هوك ما عادش قادر يستحمل، فلو
لو خد ضربه تانية هيغمى عليه. المهم بيقوم موجه بشعر اخضر ضربه للبذر الصغير، بتطير البذر الصغير بعيد، فبيبدا يحس بالم شديد جدا. بس رغم كل ده بيرجع البذر الصغير يقوم وكأن حاجه ما حصلتش، بيقول في نفسه ان هو لازم يكمل ويكسب في الجوله ديت مهما حصل. ده خلى اللاعب التاني ابو شعر اخضر يتعصب علشان جه عليه الدور ان هو ياخد ضربه من هوك. بينتهي الهوك اللي بيكون هيموت من الفرحه وهو بيضحك ضحكته الخنفشاريه وكأنه بيقول له انا هاخدك ولا مصنع الكراسي. بيلاحظ هوك انه بيطلع له انه هيضرب اللاعب التاني في مناخيره، بيقوم هوك ضربه كده، من قوه الضربه ديت بيطير ابو شعر اخضر لاخر الملعب. لا وكمان الضربه دي بتخليه يطير ويلزق في صاحبه ولا كأنه كافي ميكس 2 في 1. وفي النهايه توينز الخضر بيقعوا على الارض هما الاثنين عصفورين بحجر واحد. بس هوك كان مستغرب وبيسأل المقنع يعني لو اللي عمله دلوقتي ما كانش ضد القوانين. بس المقنع بيطمن هوك وبيعرفه ان اللي عمله دلوقتي مش ضد القوانين. وبعد كده بيعلن المقنع فوز هوك والبذر الصغير. بس البذر الصغير ما كانش بيصدق لدرجه ان هو بيسأل هوك لو كان بيحلم، لكن هوك كان مركز في حاجه تانية، بيروح يطمن على البذر الصغير لانه اخد ضربتين مكانه. هنا بيشرح البذر الصغير لهوك ان هو ما كانش عايز يخونه في البدايه، بس دي كانت خطته اصلا ان هو يدافع وهوك هو اللي يهجم. ده خلى هوك يساله انت ازاي فكرت في الخطه دي. بيعرفه البذر الصغير ان هو اتوقع كده بسبب ان هوك كان بيطلع له دايما بطاقات وحشه في البدايه، فهو قال لما الحظ يبدا يكون كويس يبدا يصد شويه ضربات عن هوك. علشان كده هوك بيحيي البذر الصغير وبيقول له ان الفكره عجبته. بس البذر الصغير خد باله من حاجه فجاه، بيقول له هوك شكل كده اللعبه لسه ما انتهتش، ده لان هو ما جالوش رساله على سوار المهمات بتاعه. فبيجي الراجل المقنع وبيقول لهم بصوت مرعب ان اللعبه الثالثه هتبدا. اللعبه الثالثه دي هتكون التمرد. اتفاجئ هوك من اللي بيحصل وبيسأل المقنع ازاي. كمل المقنع كلامه وبيعرفه ان هو والبذر الصغير هينفصلوا، يلعب كل واحد منهم بشكل فردي. ده في الجوله ديت ان المواطن اللي هو هوك يتمرد على الملك اللي هو البذر الصغير، المفروض ان في واحد منهم هيقتل التاني.